تحت سماء حمراء تركض فتاة بيأس عبر زقاق مظلم وكئيب، خلفها رجل مقنع يطاردها بسكين ويطلب منها ألا تهرب، ويواصل مطاردة الشابة ويخبرها أن تكون فتاة مطيعة. بنظرة شريرة يتحرك المجرم ليؤذي الشابة بسكينه الحاد، لكن فجأة يظهر شاب غامض ويقف أمام الفتاة ليحميها. تصيب الشفرة صدر الشاب فيتراجع متعثرا من قوة الضربة، مدركا أنه تعرض للخداع. يغضب المعتدي من تدخل الفتى رغم إصابته. يواجه البطل الشرير بلا خوف ويمسك السكين بقوة. يبدأ سائل أحمر يتساقط من الشاب على الأرض، ببطء يتجمع في بركة، ثم في ذهنه تضربه قطرة طاقة وتظهر تموجات. فجأة تفتح عيناه كاشفة عن قزحية زرقاء ساطعة مليئة بالقوة. بعد ذلك يستيقظ البطل في سريره ويدرك أنها كانت مجرد حلم. أثناء تجواله في المنزل يرى تقريرا إخباريا على التلفاز يعرض نفس المشهد من كابوسه. أثناء تنظيف أسنانه يكتشف أن الضحية كانت مجرمة مسؤولة عن أكثر من 10 جرائم. يبدو أن الأهداف الرئيسية للمجرم كانت دائما نساء شابات بلا دفاع. تتغير المشاهد، نرى مبنى ويعلق أحدهم على رحلات تخرج الطلاب. يصل بطلنا إلى فندق معتقدا أنها فرصته الأخيرة للمرح قبل أن يصبح بالغا. يعرض خريطة، يطلب الاتجاهات إلى مقهى رآه على الإنترنت اسمه تاماهيرا. يقول صاحب المكان إن المقهى أغلق، لكن الشاب يقرر الذهاب رغم ذلك كنوع من التدريب. بينما تودعه السيدة تعلق بأنها تتمنى لو كان لابنها نفس الطاقة. يلتفت الشاب إلى ابن السيدة الذي يبدو غريبا، اسمه إتسونوميا كيدو، ولا يبدو من محب الاستحمام. يبخ بطلنا سائلا عن عاداته ومهنته. فجأة يلقى حقيبة من النافذة نحو الشابين. تصيب كيدو مباشرة وتتساقط عدة قطع من ملابس نسائية داخل الحقيبة. تصرخ والدة الصبي طالبة منه أن يجد عملا. بينما يلتقط الشاب أغراضه يحمل حقائبه ويغادر كيدو. يراقب البطل المشهد. لاحقا نرى صورة له يلتقطها بابتسامة غريبة جدا على وجهه. وفي لحظة أخرى بدأ هطول مطر غزير يغمر كل شيء حوله. في الماء نرى كيدو المضرور يحاول الهرب من بطلنا الذي يطارده. يلقى الشاب بالقوة في الماء ويصرخ من الألم جراء الاصطدام العنيف، يائسا يتوسل للمساعدة. لكن البطل يمسكه من شعره بلا رحمة. يرفع المصور ويسأل من هو ذلك الرجل ويطلب منه الإفراج فورا. بتعبير بارد يمد الشاب المقنع يده ويسقط الرجل على الأرض، ثم يضغط قدمه على رأس كيدو ليمنعه من النهوض. ينظر داخل المقهى، يرى المصور نصبا تذكاريا بصورة فتاة. يبدو أنه كان يملك عدة صور لتلك الشابة وينظر إليها على حاسوبه. بابتسامة مخيفة كان يتجسس على الفتاة من خلال باب غرفتها على منتدى إلكتروني. نرى عدة أشخاص يعلقون على ملفات وصور. يبدو أن كيدو هو صاحب غرفة الدردشة وباع رموز دخول للأعضاء المميزين. بابتسامة جشعة يرى أنه ربح 600 ألف ين من صوره. يشعر المصور بالنصر واليقهر بعد حصوله على كل هذا المال. جاثيا على الأرض يسمع البطل يتهمه بالتسبب في وفاة الفتيات بلا تردد. يعطي البطل الرجل حقن في رقبته. ينكر كيدو الاتهام، لكن الشاب يكشف أنه تم توظيفه من قبل والد الضحية قائلا إن مهمته انتهت. يبتعد الشاب بينما تظهر شبح الفتاة. تظهر روح الفتاة بنظرة غاضبة وضربات برق تحيط بها، ثم تسلم شيئا لامعا للبطل كدفعة. يقبل الشاب الدفعة ويمسك الشيء بحذر بين يديه. بتعبير جاد يراقب الشاب. المشهد يتكشف تحت المطر في الخلفية. نسمع صرخات المصور اليائسة وهو يتوسل من أجل حياته. يبدو أن البطل منزعج من الصرخات ويغطي أذنيه ليتجنب سماعها. بعد كل شيء يدير الشاب ظهره ويغادر المقهى. تحت المطر الغزير وحيدا على الطريق المظلم يواصل سيره دون أن ينظر إلى الوراء. ينظر إلى السماء ويلاحظ أن المطر يزداد غزارة ويقرر العودة. واقفا عند موقف الحافلات
ينتظر وصول النقل مع أضواء أمامية. تتوقف المركبة أمامه ويستعد الشاب للصعود. فجأة يلقى رجل من الحافلة ويصطدم به. يهرب الرجل مذعورا وهو يصرخ أن الباب انفتح. بينما يهرب يقاتل الرجل الغريب. يدخل البطل الحافلة الفارغة والغريبة. يشعر الشاب ببعض الدهشة من الوضع الغريب داخل المركبة. يمشي في الممر. يلاحظ أن الحافلة فارغة تماما ولا يوجد سائق. فجأة يعلن صوت آلي أن الحافلة ستغادر ويجب على الجميع الجلوس حتى مع عدم وجود سائق. تبدأ المركبة بالتحرك على الطريق بنفسها. تستمر الرسالة الإلكترونية بالتكرار مما يزيد التوتر. يجد الشاب تحذيرات غريبة جدا ويبدأ بالتساؤل عما يحدث. ينظر إلى الركاب الآخرين. يتساءل لماذا لا يقلق أحد. ينصحه رجل أصلع قوي بالجلوس كما يأمر الصوت. في تلك اللحظة تبدأ تيارات كهربائية زرقاء قوية بالخروج من أرضية الحافلة. يفزع البطل لرؤية الكهرباء ولا يفهم شيئا منها، ثم يدرك أن هذه عقوبة لعدم اتباع التعليمات. شخص آخر واقف أيضا يبدأ بتلقي صدمات كهربائية ويسقط على الأرض. يفهم أنها ليست هلوسة بل قاعدة. ثم يشرح الرجل الأصلع أنه دخل حافلة مصيره وسيضع القواعد. يمسك الرجل الكبير بملابسه ويقول إنه يجب عليه الطاعة دون شكوى. خائفا يوافق الشاب على فعل كل ما يقول طالما لم يتأذى. متظاهرا بالتعاون يسأل ماذا يحدث لأنه خائف. يكشف الرجل أن الحافلة تسافر بين عالم السطح والعالم السفلي. العالم السفلي هو بعد مختلف مليء بالأرواح والمخاطر القاتلة. في كل مرحلة يجب أن يقاتل الوحوش حتى يخسر أحد الطرفين. يبدو أن الجميع في الحافلة يهربون من ذنب ما. من عالم السطح يقول الشاب إنه مجرد طالب جامعي، لكن الرجل الأصلع لا يبدو مصدقا. يحذر الركاب الآخرون من عدم الثقة بالرجل لأن ليس الجميع هناك مجرمين. يسخر زوج من المشاغبين من الشاب وأراهن أنه لن يتجاوز المرحلة الأولى. بطلنا يستمع إلى حديثهم بنظرة جدية جدا على وجهه. يفكر أنه تعامل فقط مع المجرمين الهاربين من القانون ويستحقون العقاب. يصرخ رجل خائف أن محطة أخرى وصلت والوحوش قادمة. يعلن النظام أن المحطة التالية هي بحيرة القمر وعلى الجميع الاستعداد. بلا سابق إنذار يوجه الرجل الأصلع لكمة ثقيلة لوجه راكب آخر. يقول الرجل الكبير للرجل الساقط أن يصمت لأنه سيكون طعم جيد. تمسك امرأة موشومة بشخص آخر وتقول إن أي شخص لا يتبع القواعد يصبح طعما. بنظرة حازمة يدرك الشاب أنه يحتاج للظهور بمظهر مفيد للبقاء. تهدده الفتاة بالقول أن ينزل أو سينتهي كطعام للوحوش. قلقا ومتعرقا بارد يقترب البطل ببطء من باب الحافلة وينظر للخارج. يفزع لرؤية ظل بمخالب حادة على النافذة. يقفز الشاب إلى الوراء وهو يصرخ أنه رأى شبحا بينما يشاهده الآخرون بابتسامة شريرة. يحذر الرجل الأصلع أن هذه فقط بداية الرحلة. تنزل المجموعة في مكان مظلم وتمسك الشابة ذراع البطل. تسخر منه وتسأله إن كان خائفا بالفعل ويسأل لماذا تزعجه منزعجا من رد الفتى. تهاجمه المرأة بركبة في البطن. يصاب الشاب بضربة مباشرة ويشعر بالارتطام الثقيل. ملقى على الأرض يعتذر بينما تحدقه الشاب بغضب. تتفاجأ أنه لم يشعر بالضربة وتطلب منه أن يأتي معها. تحذره الشابة من أنه إن بقي خلفهم فمصيره محتوم. يخطط الرجل الأصلع وصديقه لاستخدام الرجل المربوط كطعم للوحوش. الرجل المعلق مصاب بشدة ويبدو فاقد الوعي. يائسا يتوسل إليهم أن يطلقوا سراحه لأنه لا يريد أن يموت هناك. يصرخ أنه يملك الكثير من المال ويمكنه أن يعطيهم ما يريدون. في المقابل يقول الرجل الكبير أن المال لا قيمة له هناك. بينما يشاهد زوجان مسنان كل شيء. يحمل البطل سكينا ويتساءل إن كان يجب أن يحاول إنقاذ ذلك الرجل. فجأة يتردد صوت في المستودع ويصبح الجميع في حالة تأهب قصوى. يصرخ قائد المجموعة إن الوحوش وصلت ويذعر الزوجان المسنان. يرمي بسرعة عبوات متفجرة للجميع.
ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من المخلوقات. يحمل الشاب المتفجرات ولا يفهم لماذا كان لدى الرجل الأصلع الكثير منها. سرعان ما تظهر حشود من الوحوش الظلية ذات العيون الحمراء المتوهجة في المنطقة. يقفز أحد المخلوقات نحو الرجل المعلق ليهاجم الطعم. تكشف المخلوقة عن وجه أنثوي مرعب للرجل الذي يصبح مذعورا بنظرة كراهية. يبدو أن الوحش يتعرف على الرجل ويقول إنه كان ينتظره. تتهمه بتدمير كل شيء وتقول إنها لن تغفر له. تقترب مخالب المخلوقة من وجه الرجل وهو يصرخ من الألم. يتدلى جسد الرجل بلا حراك بينما يتساقط سائل داكن منه. تمسك المخلوقة وجه الرجل بينما يتدفق طاقة مظلمة من يديها. بابتسامة مخيفة تظهر أشواكها الحادة وعيونها الحمراء، ثم يعود جزء من وجهها إلى طبيعته كاشفا عن تعبير حزن وألم. في لحظاته الأخيرة يصرخ الرجل بيأس أنه لم يكن من قضى عليهم. تتهمه المخلوقة بأنه استنزف آخر قطرة من دمائهم. ينكر قائلا إنه أخذ أموالهم فقط، لكن المخلوقة تتحدث عن شيء آخر. تكشف أنه سرق تعويض زوجها مما أدى إلى نهايته المأساوية. بالنسبة للشبح كان ذلك كأنه أخذ دماءهم بيديه. يصرخ الرجل من الألم بينما يهاجمه الشبح بمخالب حادة بنظرة انتقامية تقول إنها ستستنزف كل شيء منه الآن انتقاما. سرعان ما يظهر عدة أشباح أخرى كانوا ضحاياه خلفها. عند رؤية الأرواح الأخرى يذعر الرجل وتقول المخلوقة إنه استنزفهم أيضا. ثم تبدأ الشبح بالبكاء متذكرة كل المعاناة التي مرت بها في ذاكرة. نرى سيارة الرجل تسير بسرعة عالية على الطريق. خلف المقود يتجاهل احتجاجات الناس مطالبين بأموالهم بنظرة شريرة. يبدو الرجل مصمما على عدم الاستسلام لرجائهم دون تردد. يضغط بقوة على دواسة الوقود ليتجه نحو الحشد. تتجه السيارة نحو مجموعة من الناس يحاولون إيقاف السيارة بأيديهم. كان بعض المحتاجين يصرخون من أجل العدالة والتعويض أمام المصنع. امرأة يائسة تتوسل وهي تظهر مذكرة طبية وتقول إن زوجها تعرض لحروق. تواصل شرحها أن المستشفى يطلب الدفع لكن الرجل يتجاهلها. تسرع السيارة وتلقى المرأة على الأرض بينما تتطاير أوراقها في كل مكان. يركض بعض الناس لمساعدتها بينما يهرب السائق دون أن ينظر خلفه. نرى المرأة ملقاة في الشارع بينما تختفي السيارة في الأفق دون تقديم المساعدة. واقفا في الشارع تتلقى اتصالا يقول إن زوجها تناول كمية زائدة من الدواء. مصدومة لا تصدق الخبر وتكتشف أن زوجها قد رحل. محطمة تسقط على ركبتيها وتتساءل لماذا حدث كل هذا. تبكي بشدة وتلوم الرجل على كل المأساة في حياتها، غير قادرة على تحمل الألم. تقرر إنهاء معاناتها مرة واحدة وإلى الأبد. في الحاضر يهاجم الأشباح الغاضبة الرجل المعلق. يسمع البطل القصة ويدرك أن الرجل كان فعلا خاطئا. يغضب الرجل الأصلع ويصرخ في الشاب سائلا ماذا ينتظر. تبدأ المجموعة برمي المتفجرات نحو حشد الوحوش. يحذر الزوج المشاغب الشاب من انفجار قوي. تتجمع المخلوقات حول الرجل ويعطي القائد الإشارة للهجوم. تطير 3 عبوات ديناميت في الهواء نحو مجموعة الأشباح. يحدث انفجار ضخم يقذف جميع الركاب بعيدا عن مركز الانفجار. ملقى على الأرض البطل بسبب الدخان الناتج عن الانفجار. ينظر فجأة إلى الأعلى ويرى وحشا ناجيا أمامه مباشرة بتوهج أزرق في عينيه. يستعد البطل لمواجهة المخلوق. في لمح البصر يقطع الوحش إلى نصفين بضربة سريعة ودقيقة جاثيا على الأرض. يعلق أنه ظن أن الوحش سيكون أقوى بكثير. يصدم الرجل الأصلع من المشهد ويسأل إن كان هو من فعل ذلك. يشك الزوج المشاغب في قدرة الشاب الضعيف لإحداث تشتيت. يلقي البطل بنفسه على الأرض ويتظاهر بأن الوحش سقط فقط. ثم ينهض ليبحث عن الزوجين المسنين لكنه يوقفه الرجل الأشقر. يصبح قائد المجموعة مشتبها ويعلم أن الانفجار لم يكن ليحدث ذلك. ينتشر الناجون في المنطقة المدمرة بحثا عن المفقودين. بعد ساعة يعودون إلى الحافلة
ويؤكدون أنهم لم يجدوا أحدا. يغضب الرجل الأصلع ويفكر أن الزوجين تخليا عن المجموعة للبقاء على قيد الحياة بمفردهم. يشرح أن جميع الناجين يجب أن يصعدوا للحافلة لتحرك إذا كان الباب لا يزال مغلقا، فهذا يعني أنهم على قيد الحياة فقط وتاهوا. تدرك المجموعة أنهم بحاجة لإيجادهم قريبا أو قد تنفد الموارد. بصبر قليل يصرخ القائد للجميع أن يتوقفوا عن التردد ويبدأوا البحث. ينطلق الأربعة معا للبحث عن الزوجين في المنطقة المحيطة. يتسلق الرجل الكبير جدارا ليحصل على رؤية أفضل للمنطقة ويبحث عن أدلة. فجأة يلفت صوت غريب انتباه الشاب، فيلتفت لينظر. يسمع الصوت ويحذر الجميع من أن الوحوش القادمة يجب أن تكون قريبة. تواصل المجموعة البحث عبر مزرعة، ويشعر الرجل الأصلع بالانزعاج من الوضع. يجد البطل المكان هادئا جدا، لكن الرجل الأشقر يخبره ألا يخفف حذره. فجأة يجدون رجلا مسنا يمشي مع ثور قوي كبير. تزعج الفتاة ذات الشعر القصير من نظرة الرجل وتسأله ماذا يريد. يخبرهم الرجل المسن أن الزوجين الذين يبحثون عنهما ظهرا هناك سابقا طالبين طعاما. يسأل الرجل الأصلع إذا كان اسم الزوجين الأخير هاريموتو، ويؤكد الرجل ذلك. يريد قائد المجموعة معرفة مكانهما، ويقول الرجل إنهما لا زالا في منزله. يبدو أن الزوجين كانا مصابين وهجما من قبل نوع من الحيوانات. يحلل البطل الوضع ويلاحظ أن القرية وسكانها يبدون طبيعيين، ويبدو أن سكانها طبيعيون. ثم يتبع المجموعة الرجل على طول طريق حجري نحو منزله. الشاب يفكر أنه في عالم غريب كهذا. العادية هي أكثر شيء مخيف. أحد السكان المحليين يحدق في الفتاة وهي تهدده بأنها ستنتزع عينيه. الرجل العجوز يعتذر ويقول إن الرجل مجنونا بينما يهرب الشاب. ثم يرشدهم إلى منزله حيث ينتظرهما الزوجان المفقودان. تستقبل السيدة المجموعة بابتسامة وتقول إنهم أخيرا اجتمعوا من جديد. الشاب الأشقر لا يظن أن الزوجين يشكلان تهديدا وينضمون إلى المجموعة. المشاغب يسخر من الرجل العجوز لأنه هرب، لكنه يقول إنه كان قلقا. ثم المضيف يحضر صينية خبز دافئ ليقدمها للزوار، ورؤية شكل مجموعة يطمئنهم أن الطعام ليس مسموما. الزوجان المسنان يأكلان بهدوء ويعلقان على لطف السكان. يظهر رجل سمين يركض ويصرخ بحماس عند رؤية الطعام والضيوف. ابن المضيف يلتهم الخبز والأب يقول إنه ليس ذكيا جدا. يبدأ الجميع بأخذ بعض الطعام لتجربة الوليمة المقدمة. المجموعة تأكل بشهية، والفتاة تعلق بأنها من الجيد أن تأكل شيئا مختلفا. ورؤية أن الطعام آمن يقرر البطل أن يأكل أيضا بدون قلق. يقترح الزوجان المسنان أن تقضي المجموعة الليل هناك لتجنب المخاطر. يشرحان أن الأفضل المغادرة نهارا لتجنب الذئاب والدبة. زئير دب يفزع الجميع، ويسأل الشاب الأشقر البطل عن رأيه. يقول الشاب إنه إذا لم يكن لديهم ذخيرة كافية فمن الأفضل البقاء الليلة في غرفة. ينام البطل في السرير السفلي بينما ينام رفيقه في الأعلى في الغرفة الأخرى. الزوجان المشاغبان يستمتعان بالليل معا في السرير. فجأة ظل في النافذة. يفزع الزوجين الذين يصرخان من الخوف. يركض الشاب الأشقر إلى الخارج ويجد ابن صاحب المنزل يحمل محراثا غاضبا يتهم الشاب بالتجسس على امرأته ويلحق به حتى أثناء تعرضه للضرب. الرجل يمدح جمال الفتاة مما يغضب الشاب الأشقر أكثر. يظهر الأب ويحاول تهدئة الوضع ويطلب منهم التحدث في غرفة المعيشة. المضيف يطلب من الشاب الأشقر الجلوس وحل المشكلة مباشرة. الرجل العجوز يعرض مالا لشراء صديقة الشاب. الزوجان يشعران بالإهانة من العرض، ويغضب الشاب الأشقر من جرأة الرجل. ثم يبتزه الرجل العجوز قائلا إنه أيضا مطلوب لشيء ما. بغضب يرمي الشاب الأشقر الكأس على الأرض وتتطاير الشظايا في كل مكان. مليئا بالغضب يستعد الشاب الأشقر لملاحقة الرجل العجوز، لكن يحدث شيء غير متوقع.
يظهر فجأة ظل غامض ويضرب الشاب بجسم ثقيل. الضربة تصيب الشاب الأشقر بقوة في الرأس ويسقط على الأرض من أثر الضربة. يستمر ابن صاحب المنزل بضرب الرجل الساقط وهو يصرخ بلا توقف في محادثة خاصة. الزوجان المسنان يناقشان ثمن الفتاة، ثم يقترب الابن من الغرفة التي تنام فيها الشابة. يدخل الغرفة ويراقب الفتاة مستلقية على السرير بنظرة غريبة. المرأة نائمة بعمق ولا تلاحظ وجود الرجل في الغرفة. بابتسامة مخيفة يقترب الشاب من السرير ليفعل شيئا لها. تستيقظ الفتاة من الضوضاء وترتعب لرؤية الرجل فوقها في صباح اليوم التالي. يصاب المضيف بالذعر عندما يدرك أن هناك خطبا ما يصرخ بيأس أن الزوجين الموشومين اختفيا وأن الشاب الأشقر هرب. الرجل الأصلع لا يفهم ويقول إنهم لن يهربوا دون إخبار أحد. تتجمع المجموعة ويجد البطل الأمر غريبا لأنه يعلم أن الحافلة لن تغادر. بنظرة جدية يشك الشاب أن شيئا سيئا حدث للزوجين. يتظاهر المضيف بالقلق ويقول إن الجميع في القرية يبحث عنهم. فجأة يظهر أحد السكان يركض ويصرخ أن الوضع سيء. يجد السكان فقط بعض قطع الملابس ويلومون الحيوانات البرية القريبة. يجد البطل قطعة قماش سوداء ممزقة على الأرض. هو والرجل الأصلع يعثران على ملابس الزوجين ويتساءلان ماذا حدث فعلا. يمسك الرجل الأصلع بالبطل ويشعر الشاب بالحيرة من تصرفه دون إضاعة وقت. يطلب قائد المجموعة منه أن يتظاهر بالبحث عن أدلة. يهمس الرجل الأصلع ويحذره من الخطر في القرية ويقول إن كل شيء مكيدة. يعترف بذكاء الشاب ويدرك أن السكان هم الخطر الحقيقي. يبكي الزوجان المسنان ويدرك البطل أنهما في صف السكان. تقترح المرأة العجوز البحث لبضعة أيام أخرى، لكن الرجل الأصلع يريد العودة قريبا متظاهرا بالخوف. يصرخ الشاب بأنه لن يعود وأن الآخرين يمكنهم الذهاب بدونه. يمسكه القائد ويتظاهر بالغضب بينما يقول الشاب إنه يفضل البقاء في القرية. ثم يرميه الرجل الكبير على الأرض ويتظاهر بشجار لخداع الآخرين. يدوس على صدر الشاب ويقول إنهم انتهوا لأنهم تركوا القرية وحدهم. يساعد الزوجان المسنان الشاب على النهوض ويقول إن العالم الخارجي خطر. يدعوه السكان إلى وليمة ويعدونه بالعناية الجيدة به من الآن فصاعدا. خلال العشاء يتظاهر الشاب بأنه سكران ويعلق الزوجان المسنان على شبابه. عندما يحل منتصف الليل يستعد الشاب لتنفيذ خطته. مستلقيا في السرير يفتح عينيه ويقوم مصمما على اكتشاف الحقيقة وعيناه تتوهجان في الظلام. يستعد للتحقيق في القرية الغامضة بالخارج. يمشي بمصباح يدوي بحثا عن أدلة عن الزوجين. يجد باب فخ خشبي على الأرض ويقترب منه للتحقيق. يجد ضوءا في المكان. يدرك البطل أن شيئا مخفيا هناك، وعندما يحاول فتح الباب يشعر بطاقة غريبة تنبعث من الداخل. باستخدام عتلة يفتح البطل باب الفخ بالقوة. يستخدم كل قوته لكسر القفل وينجح أخيرا في فتحه. وعندما يسلط الضوء بداخله يصدم مما يجده. الفتاة المفقودة مقيدة ومكممة في القب الرطب المظلم. تخاف عندما تراه لكنه يطلب منها الهدوء حتى لا تنبه أحدا. ثم يزيل الكمامة بحذر من فمها لتتمكن من الكلام. تخبره الشابة أن السكان حاولوا بيعها لابن صاحب المنزل المجنون. تندهش من قوة الشاب ويطلب منها الصمت. بنظرة تحليلية يتذكر أن الملابس التي وجدها كانت ملابس رجال. يسأل أين صديقها وتقول الشابة إنها لا تعرف. فجأة يظهر المضيف ويسأل ماذا يحدث هناك؟ يمسك البطل الفتاة ويتظاهر بإيذائها لخداع الرجل العجوز. يتذمر الرجل العجوز من نفاد صبر الشباب ولا يبدو مشتبها. يحذره من الحذر لأن المرأة ذات مزاج قوي. يصرخ الشاب أن كل شيء على ما يرام، وتدرك الفتاة أن الرجل العجوز كان واحدا منهم. يهمس لها أن تتعاون إذا أرادت الهروب من ذلك المكان. ثم يتظاهر البطل بأنه يسيطر على الفتاة
ويخبر الرجل العجوز أن يفعل ما يريد. يبتسم المضيف برضه ويبتعد تاركا الاثنين وحدهما في القبو. تعتذر الفتاة وتشكره على مساعدتها للخروج من تلك الحالة. تتغير المشهد إلى منظر للقرية تحت شمس الصباح، يشرح أن الطريقة الوحيدة للخروج هي أن يأخذهم السكان ليلا بنظرة جدية. يقول الشاب إن الوضع أكثر تعقيدا مما يبدو. الروابط بين السكان قوية ويحمي بعضهم البعض مهما كلف الأمر ضد الغرباء. أي حركة مريبة خلال النهار قد تحول كل السكان ضدهم. التواجد في مكان مجهول عائق كبير للمجموعة الغريبة. يكشف أن الآخرين سيأخذهم القائد وأن صديقها قد رحل بالفعل. يائسا تمسك الفتاة به وتسأله ماذا حدث لصديقها. يخبرها الشاب أن السكان حاولوا شراءها واتخذوا إجراءات صارمة. تصدم الشابة عندما تكتشف خطة الزوجين المسنين وصديقها، ثم تمزق ملابسها لتزيف هجوما وتخدع السكان. يشكك البطل بها فتقول إنهم بحاجة لجعل الأمر يبدو كحادث حقيقي. تستلقي الفتاة على أرض القبو وتضع نفسها لأداء التمثيل المثالي. يعلق المضيف على جرأة الشابة ويبتسم البطل. أثناء سيره في القرية يلاحظ أنه مراقب من أحد السكان. يقترب من نافذة بها قضبان ويسمع شخصا يصرخ من الداخل. امرأة محتجزة تصرخ بأنها ليست مجنونة وعقلها سليم تماما. يظهر اثنان من السكان ويبدأان بضرب القضبان لإسكات المرأة. تنكمش المرأة خوفا وتصرخ لهم أن يوقفوا التعذيب النفسي. متعبة من الضرب تستسلم المرأة وتقول إنها ستطيع كل ما يأمرون به. يقترب ساكن آخر ويسأل إذا كان هو الابن المتبنى الجديد للمنزل. يشك السكان في صمت الشاب ويغطيه بابتسامة مزيفة. يسخر السكان منه لكن البطل يتحكم بنفسه حتى لا يخرب خطته. وبقبضة مشدودة يشعر بالرغبة في القضاء عليهم جميعا هناك. يحل الليل ويعلن الزوجان المسنان أن العشاء جاهز للجميع. يعرض الشاب الطف أن يحضر الطعام وينفذ خطته. يأخذ الوعاء ويمشي أمام المجموعة بينما يتبعه الزوجان المسنان عن كتب. يضع سيلانسايل غريب في الطعام لتسميم السكان. ثم يقدم الشاب العشاء ويقول إنه سيأخذ الطعام للاثنين الآخرين. يبدأ الزوجان المسنان بأكل اللحم. دون شك يستمتعان بالوليمة. يمدحان الشاب على تصرفه ويقولان إن حياته ستكون آمنة الآن. فجأة يبدأ الزوجان المسنان بالشعور بآلام حادة في بطونهم ودوار. يركض البطل والفتاة يدا بيد لمقابلة القائد عند المخرج. يكشف أنه وضع الدواء الذي أعطاه له الرجل الأصلع في طعام السكان. يهرب الاثنان عبر القرية المظلمة بينما تتبعه الفتاة بلا تردد. يركضون بأقصى سرعة للهروب قبل أن يراهم أحد. يظهر الابن الأكبر ويحاول إيقاف هروبهم بعينيه المتوهجتين. يتفادى البطل هجوم الرجل ويسقطه بضربة سريعة. صوت القتال يوقظ القرية بأكملها ويبدأ السكان بالخروج من منازلهم. تصاب الفتاة بالذعر لكن الشاب يبخها ويأمرهم بالمضي قدما. ينهض الرجل بغضب ويصرخ على البطل أن يعيد له زوجته. يندفع الشاب بضربة قوية لكن البطل يتفاداها ويسقطه بسهولة بركلة محكمة. يرمي الرجل على الأرض ويواصل هروبه. يصرخ للفتاة أن تركض بينما يشاهد الرجل الساقط المشهد عاجزا. يظهر السكان بأدوات زراعية ويحيطون بالهاربين الاثنين. لا يصدق الشاب أن الناس الطيبين من قبل هم نفسهم الآن يركضون في الغابة. تتعثر الفتاة وتسقط على الأرض تصرخ من الألم. يجدها السكان وتطلب من الشاب ألا يتركها خلفه. وبأدواتهم في اليد يستعد السكان للهجوم على الفتاة الساقطة. وعندما يرون أن الشاب اختفت يقررون الانقسام للعثور عليها أسرع مختبئين في زقاق مظلم. ينتظر الزوج الهارب مرور السكان. يتساءل البطل إذا كانوا قد رحلوا لكن الفتاة تطلب منه الانتظار. فجأة يظهر ساكن يفاجئ الاثنين بمحراث في يده. تصرخ المرأة وتنبه الآخرين أنها وجدت الهاربين المختبئين. يضربها البطل بضربة سريعة ودقيقة قبل أن تضرب.
تسأل المرأة الساقطة إذا لم يسمعوا صوتا قادما من هناك، ويعجل الشاب بها، يسمعون نداء استغاثة. ويتعرف البطل على الصوت الغامض باستخدام دبوس شعر يفتح الشاب القفل ببراعة. تصدم الفتاة وتتساءل كيف لطالب أن يفعل ذلك عند دخول القفص. يملأ الهواء رائحة فظيعة، وتشتكي الفتاة المحتجزة، تقول إنها لن تحاول الهروب بعد الآن، وتنكمش في زاوية القفص. يسألها الشاب إذا كانت بخير، وإذا كانت هي التي نادت للمساعدة سابقا، ثم تسأله إذا لم يكن هو أيضا من تلك القرية الغريبة. يائسة تقدم نفسها وتطلب منه إخبار عائلتها بما حدث. يهدئها البطل ويعد بأنه سيساعدها على الخروج من تلك الحالة. يائسة تطلب فقط ولاعة لأمنية أخيرة. يعطيها الشاب الولاعة ويبتعد هو والفتاة تاركينها وحدها بالولاعة في يدها. تبكي المرأة وتستعد لفعل ما يجب. في الغابة يجد الزوج الهارب الرجل الأصلع في انتظارهم. يسحب قائد المجموعة سلاحا ويستعد لمواجهة السكان. يجدهم أحد السكان ويصرخ للآخرين للإمساك بالفتاة. يسلم الرجل الأصلع السلاح للفتاة ويطلب من الشاب الاختباء. دون تردد تطلق الشابة النار على السكان لتمهيد طريق هروبهم. يفزع السكان من الطلقة ويتراجعون خوفا من السلاح الناري، وعندما يرون أنهم مسلحون يقرر السكان عدم ملاحقتهم بعد الآن. يسأل الرجل الأصلع إذا نجحت الخطة، ويؤكد الشاب ذلك مصير الزوجين المسنين. تقول الفتاة إن صديقها استحق ذلك، وأنه يمكنه البقاء هناك إلى الأبد إذا أراد. غاضبون يعد السكان بالانتقام من الفتاة ومعاقبتها على جرأتها، ثم يلاحظون أن باب القفص مفتوح وأن السجين قد هربت. فجأة يندلع حريق في أحد المنازل وتنتشر النيران بسرعة. يصبح السكان يائسين ويسارعون لإطفاء الحريق. قبل أن تحترق القرية محاطين بالنيران يصرخ السكان طلبا للمساعدة، بينما تلتهم النيران كل شيء. يلتهم أحد الرجال النيران ويتوسل ألا يقترب أحد. تراقب المرأة المحتجزة كل شيء بابتسامة انتقام على وجهها، وتشعر بالانتصار. الزوجان المسنان اللذان أكلا الطعام المسموم يتلوان من الألم على أرض المنزل. ثم تقف المرأة وتتجه نحو النار لفعل نهائي بالداخل. ينادي الزوجان المسنان طلبا للمساعدة، لكن النيران تغلق المخرج. ينتشر الحريق بسرعة في المنزل، يدمر كل شيء في طريقه. ينهار السقف على الزوجين المسنين الذين يصرخان بيأس بلا مكان للهرب. تترك أرواح الزوجين أجسادهما وتطفو خارج المنزل المحترق، ثم تطير الأرواح نحو الحافلة، حيث ينتظر الناجون تدخل الأرواح الحافلة. ويشاهد البطل المشهد من نافذة المركبة. على شاشة في الحافلة يرون أن الزوجين المسنين لم ينجوا. الحريق في تسجيل. يكتشفون أن الزوجين المسنين كانا يهربان الناس ويبيعان النساء. يتأمل البطل ويدرك أن البشر يمكن أن يكونوا أكثر رعبا من الأشباح. تظهر الشاشة نقاط الثلاثة الناجين مع تقدم الرجل الأصلع بستون نقطة. يشرح الشاب أن هناك نقاطا مخفية تضاف إلى النقاط العامة. تسخر الفتاة والرجل الأصلع من البطل ويقولان إن هذا لا يهمه. يكشفان أن النقاط يمكن استبدالها بالإمدادات، ويديرها القائد. كما يظهر النظام مستوى إصابة كل شخص، ورجل الأصلع إصابته عند 20. الفتاة لديها 30 نقطة إصابة، والبطل في الحد الأقصى وهو 50. الفتاة تستفزه، تقول إنه لديه أقل نقاط والآن يعتمد عليها. الشاب يتساءل ماذا يجب أن يبادل نقاط إصابته بها، ويخطر بباله فكرة. يظهر خيار عشوائي يسمح باتصال لمدة دقيقتين مع العالم الحقيقي. يسأل إذا كان كل شيء هناك انعكاس للعالم الحقيقي، ورجل الأصلع يؤكد ذلك. يقرر البطل إجراء صفقة ويستخدم نقاطه لشراء الخيار. الفتاة تعتقد أن المكافأة بلا فائدة، ورجل الأصلع يقول لا أحد من الخارج يمكنه المساعدة. ثم يحدد أنه يريد الاتصال بوالد ماكو أيدا. يبدأ النظام في ربط المكالمة،
والاثنان الآخران يشاهدان بفضول. عندما تجاب المكالمة يقدم البطل نفسه كصديق الماكو ليكسب ثقتهما. يكتشف أن ماكو اختفت منذ 10 سنوات ويطلب التحدث معها. تمسك المرأة بالولاعة وتتذكر الوعد الذي قطعته على نفسها في ذكرى. تتذكر الحريق الذي تسببت به وكل الضحايا. يقول الشاب إنه بسبب الموقع المعزول لم ينجو أحد من الحريق. يكشف أن القرية كانت تمارس الاتجار بالبشر وتشتري الطلاب بأموال قليلة. يتساءل البطل إذا كانت ماكو هي التي أشعلت النار للانتقام. بنظرة حزينة يشرح أنها لم تنجو أيضا من الحريق الذي تسببت به. ينقل رسالة ماكو قائلا إنها أحبتهم وأرادت أن تكون ابنتهم مرة أخرى. في صورة نرى ماكو سعيدة مع والديها بعد إنجاز أكاديمي. كانت عالمة بارعة وعملت في مختبر بموهبة كبيرة، ثم تصاب المرأة باليأس عندما تدرك أنها خدعت وأن نهايتها قد حانت. يبدأ العد التنازلي على شاشة الحافلة معلنا المرحلة التالية من اللعبة. يتساءل البطل كم من الوقت سيستمر هذا في العالم الحقيقي. تخبره الفتاة أن نقاطه صودرت والآن لديه نقاط قليلة بقبضة مشدودة. يغضب من الظلم ومن عدم منطق النظام. يشكك في قسوة الآخرين وتوبخه الفتاة بغضب. تقول له أن يصمت ويتدخل الرجل الأصلع لمنع شجار بينهما. تدافع عنه قائلة استخدم ذكاءه لإنقاذهم في المرحلة الأخيرة. يقول رجل الأصلع له أن يحفظ طاقته لأن المرحلة التالية على وشك البدء. يستعد الثلاثة في ممر الحافلة للتحدي الجديد الذي ينتظرهم. بالنقاط العامة يشتري القائد الحد الأدنى من الأسلحة ومعدات البقاء. تقدم الفتاة طعاما للشاب وتقول إنها اشترته بنقاطها الخاصة. بابتسامة مغرية تناديه طالب جاد وتغازله بفراولة. ينزعج الشاب ويسأل إذا كانت لديها مشكلة مع طلاب الجامعة. تغضب الفتاة من رده وتهدد بأن تعلمه درسا مرة أخرى. فجأة تكبح الحافلة بقوة وتكاد الفتاة تسقط من الصدمة. من خلال النافذة يرون أنهم وصلوا إلى مدرسة ثانوية اسمها سيكا. يلمع لافتة المدرسة تحت الشمس واسم مدرسة سيكا الثانوية واضح. ينزل الثلاثة ويراقبون المكان الجديد بانتباه وفضول. يبلغهم رجل الأصلع أن لكل منهم حقيبة بها سلاح وبعض المستلزمات الأساسية. يرون شخصا يقترب. يقول القائد للجميع استعدوا لأي شيء. يقترب رجل يرتدي بدلة منهم ويسأل ماذا يفعلون خارج الصف. المجموعة مرتبكة ولا تفهم سؤال الرجل الغامض. يغضب الرجل ويصرخ مطالبا بمعرفة سبب عدم وجودهم في الصف. الثلاثة يظلون صامتين. يقترب الرجل ليبخهم. يمسك بأذن البطل ويشتكي من ملابسه وعدم ارتدائه الزي الرسمي. يحاول الرجل الأصلع التدخل لكن الرجل يأمره بالصمت ويأخذ الفتاة. يتبعهم الجميع عبر ساحة المدرسة نحو الصف. في الصف يعرف الثلاثة على الفصل ويقفون أمام الطلاب الآخرين. تحذر الفتاة الشاب من الحذر لأن المظاهر قد تخدع. يشير رجل الأصلع إلى المقاعد الفارغة ويسأل إذا يجب أن يجلسوا هناك. يجلس الثلاثة في مقاعدهم ويراقبون الطلاب الآخرين بشك. يتصفحون الكتب ويكتشفون أنها كتب مدرسية عادية. تجلس الفتاة على مكتبها وتفتح الكتاب لترى ما بداخله. لدهشتها الكتاب مليء بكلمات غريبة مكتوبة بالأحمر. تبدو الحروف المخيفة وكأنها تقفز من الصفحات. ترعبها بوجه شاحب وتبدأ بالتعرق البارد. لا تصدق ما تراه. تتغير المشهد إلى المدرسة ليلا تحت سماء مرصعة بالنجوم وقمر هلال. يقول الشاب إن الوجه يبدو موجها نحوها. تتوسل الفتاة للمساعدة. تحاول إقناع البطل بعدم استخدامها كطعم وتعرض القتال بنظرة جدية وحازمة. تستعد الفتاة لمواجهة مصيرها. ينصحها رجل الأصلع بالبقاء على قيد الحياة بمفردها وتصبح الفتاة يائسة. تنكر أنها فعلت شيئا خاطئا لكن الشاب يقول إنها بحاجة للاعتراف. يائسة تطلب المساعدة من القائد لكنه يقول إن البقاء هو الأهم. تمسك الفتاة بقميص رجل الأصلع. تتوسل المساعدة والتفهم. يطلب منها الشاب قول الحقيقة
ليتمكنوا من مساعدتها على الخروج. يضغط عليها ويسأل لماذا فقط دفترها يحتوي على تلك الكلمات. جاثية على الأرض تستمر في الإنكار، بينما يتهمها الشاب بذنوبها بنظرة مليئة بالكراهية. تصرخ الفتاة أن ما حدث لم يكن خطأها. يتغير المشهد ونراها تمشي وحيدة عبر ساحة المدرسة، تراقب الطلاب الآخرين وتشعر بالغربة. وتحت أنظار الجميع تفكر الفتاة أنها ليست الهدف، لأن الجميع في نفس المدرسة. فجأة جذبها أحدهم من كتفها فارتعدت من المفاجأة. زميل في الصف يدعوها إلى تجمع ليلي لسرد قصص الأشباح. يبدو أنه حدث أسبوعي يحدث كل أربعاء في المدرسة. تحيط بها الفتيات ويدعونها للانضمام مع وجبات خفيفة وعصير يحل الليل وتضاء أضواء السكن، مما يخلق جوا كئيبا في الغرفة. تستعد الفتيات لليلة قصص الرعب، مستلقية على سريرها تراقب الآخرين، وتقرر عدم المشاركة في الحدث. تقول إنها لا تشعر بحالة جيدة وتفضل النوم مبكرا للراحة. تصر إحدى الفتيات وتطلب منها الاستماع إلى قصة واحدة على الأقل قبل النوم. تبدأ إحدى الفتيات بسرد قصة عن شبح يطارد الممر. تكشف أن الفتاة كانت مصابة بجروح سكين وعادت كشبح منتقم. يخاف أحد المستمعين ويسأل من المسؤول عن التنمر. الفتاة المستلقية على السرير تخاف وتدرك أنهم يتحدثون عنها بعينين واسعتين من الرعب. تعيش ذكريات ذلك اليوم الرهيب في ذكرى نراها متجمعة على الأرض بينما يحيط بها الآخرون. المعتدون يسخرون منها ويذلونها بتعليقات قاسية وشريرة. مجموعة الفتيات ترهبها، تركينها خائفة بلا مكان تهرب إليه. زعيمة المجموعة تمسكها من شعرها وتطالبها بالإذلال لتغفر لها. الضحية ترفض ما تطلبه، والمعتدية تهددها بغضب بابتسامة سادية. تخرج الفتاة قاطع صندوق وتسأل ماذا ستفعل. يلمع شفرة قاطع الصندوق في الضوء ويغمر الخوف الضحية. تؤذي الفتاة نفسها بالشفرة ويخاف الآخرون من المشهد. تراقب زعيمة المجموعة وتطلب معرفة ما يحدث معهم. تحاول الفتيات تهدئتها ويقلن إنها أخافت الضحية بما فيه الكفاية. منزعجة من جبن صديقتها تطردهم وتبقى وحدها مع الضحية. تهرب الفتيات وتستغل الضحية الفرصة لتحاول الهرب، وقاطع الصندوق في يدها توقفها المعتدية عن الفرار وتحتجزها مجددا. تهرب الفتيات خوفا تاركينهما وحدهما في الممر المظلم. تجري الضحية بيأس، لكن المعتدية تطاردها وقاطع الصندوق في يدها بضربة دقيقة. تتحرك المعتدية لإيذاء الضحية بقاطع الصندوق. تحاول الفتاة الهرب لكنها تمسك من شعرها وتقذف بعنف إلى الأرض. تمسكها المعتدية بقوة وتستعد لجرحها بالشفرة الحادة. تهدد الضحية بالاتصال بالشرطة، لكن الأخرى تقول إن والدها سيحميها من كل شيء. بنظرة سادية تبتزها باستخدام مرض والدتها كسلاح. تغضب الفتاة وتدفع المعتدية بعيدا. للدفاع عن نفسها تسقط المعتدية على الأرض ويطير قاطع الصندوق من يدها من أثر السقوط. بحركة سريعة تجرح نفسها بقاطع الصندوق وتمثل المشهد، ثم تلاحق الضحية وتتهمها بمهاجمتها بقاطع الصندوق. يظهر معلم ويحاول فصلهما وهما تتشاجران في الممر. يتبادلان الاتهامات ويأخذ المعلمهما إلى مكتب المدير. لافتة مكتب المدير تشير إلى المكان الذي على وشك أن يحدث فيه الظلم. في الغرفة تنكر الضحية فعل أي خطأ، لكن المعلم يسألها بابتسامة منتصرة. تراقب المعتدية الضحية تبكي بيأس. يصل والد الفتاة ويعاملهم المعلم بلا مبالاة وازدراء. يعاقبها المعلم ويطلب منها كتابة مقال من 20,000 كلمة، ثم يتصل بوالد المعتدية ويعامل باحترام وود كبيرين. تحاول الضحية شرح نفسها، لكن المعلم يتجاهلها ويأمرها بالصمت بنظرة اشمئزاز. يهين المعلم والدي الفتاة لكونهما أصمين. تمسك المعتدية من شعرها ويطبق عليها العقاب النهائي. يبخها والد الفتاة ويقول إنها دائما تسبب المشاكل في المدرسة. يطردها من السكن ويأمرها بالتنقل يوميا من المنزل.
تعاقب الضحية وتوضع تحت المراقبة لتسببها في إصابة زميلة. ينصحها المعلم بعدم الشكوى، لأن الفتاة الأخرى ابنة أشخاص مهمين بقبضة مشدودة وعيون مليئة بالكراهية. تشعر الضحية بالظلم. في السيارة يوبخ والد المعتدية ابنته بسبب المشاكل في المدرسة، يقلق على سمعة الشركة، وتنكر الفتاة أنها تنمرت على أحد يذلها والدها، ويقول إن ابنة عشيقته هي الوحيدة ذات الإمكانيات في العائلة. بغضب يضربها ويقول إنه لا يكشفها فقط بسبب سمعة الشركة في السيارة. تفكر الفتاة في نفاق والدها والمجتمع، تدرك أنها بحاجة لحماية سمعة العائلة. مهما كلف الأمر، ساعة برج المدرسة تدق ساعات يوم سيغير كل شيء. تمشي الضحية وحيدة عبر الساحة بينما يتجنبها الطلاب الآخرون في ممر مظلم. تهاجم مجددا وتقذف بعنف إلى الأرض، ساقطة وضعيفة لا تستطيع الرد على هجمات الفتاة الأخرى. تقترب المعتدية وتسأل ماذا تفعل هناك، وحيدة بابتسامة ازدرائية. تقول إن القتال لم ينتهوا بعد. تهددها وتقول لا أحد سيحميها. الآن بعد أن علم الجميع بالتنمر، تهدد الضحية بالإبلاغ عنها، لكن المعتدية تبتزها بقوتها ونفوذها. بقاطع الصندوق في يدها تهددها وتقول إن حياتها ستكون بائسة. بدموع في عينيها تمسك الضحية بقاطع الصندوق وتستعد للأسوأ. يسيل السائل الأحمر من الشفرة، وتتخذ الفتاة قراراً حاسماً. في يوم مشمس في المدرسة، تستمر الحياة كالمعتاد للطلاب الآخرين. في الصف يستعد الطلاب ليوم دراسي آخر. يسأل زميل لماذا ترتدي الفتاة أكماماً طويلة في الحر؟ يعرض عليها دواء بارد، لكنها ترفض وتشكره على لطفه. فجأة يطرق أحدهم باب الصف، يجذب انتباه الجميع. تظهر المعتدية ومجموعتها عند الباب، وينادون الضحية للخروج. تمسك الفتاة بقلم بإحكام وتستعد لما سيأتي. تنهض وتذهب إلى الباب لملاقاة المعتديات في الممر. تتحرك الضحية بعيدا عن الصف وتتبع الفتيات إلى مكان أكثر خصوصية. في الصف تراقب المعتدية والزميل المشهد بتعبيرات مختلفة. بعد فترة لا تزال الفتاة لم تعد، ويبدأ الزميل بالقلق. ينظر إلى المقعد الفارغ ويتساءل إلى أين ذهبت. تعود الضحية إلى الصف بوجه مكشوف وشعر مبعثر. تجلس على مكتبها وتحاول إخفاء وجهها بكتاب. يقترب الزميل ويسأل إذا أصيبت بأذى من الفتيات الأخريات. تكذب وتقول إنها أصيبت بحادث لتجنب المزيد من المشاكل. فجأة يطير غطاء قلم الزميل ويصطدم برأسها بقوة. تبدأ غطية أقلام كثيرة بالطيران في الغرفة. تضرب الطلاب. تقول الفتاة إنها أصيبت بنزلة برد وذهبت لجلب الدواء من زملائها. ينصحها الشاب بالذهاب إلى عيادة المدرسة، وتقول إنها ستذهب بعد الدوام. تغرب الشمس وينتهي العصر. بسمة ملونة وغيوم داكنة. تمشي الضحية وحيدة عبر زقاق مظلم بتعبير حزين على وجهها، بوجه مكشوف وعينين متعبتين. تواصل طريقها اليائس. تمشي في الشارع، يفاجئها شاب يقترب فجأة. الشاب ذو الوشم النمري يمسك بها ويمنعها من الاستمرار في طريقها. تحاول التحرر وتصرخ عليه أن يتوقف عن ملاحقتها، لكنه يتجاهلها. بصفعة قوية تتحرر الفتاة من المعتدي وتخبره أن يتركها. يغضب الشاب ويؤذيها ويرميها بقوة على الحائط. بنظرة كراهية تستعد المعتدية لملاحقة الفتاة العاجزة. يظهر زميلها ويوجه لكمة في وجه المعتدية. دفاعا عنها يهدد المتنمر الصبي، لكنه لا يخاف ويواجهه بشجاعة. يساعدها الزميل على النهوض وينصحها بالرد بالمثل. كلما استهدفت تظهر المعتدية وتراقب المشهد بنظرة ازدراء ولا مبالاة. تستفز الشاب وتقول إن الضحية استبدلته بصديق جديد. بابتسامة انتقامية تعد بالانتقام منهما معا بقانون المدرسة. زميل الصف يعتني بجروح الفتاة ويواسيها بلطفه، والمعتدي يبلغ المعلم عن الثناء، وتتهم الضحية بوجود صديق. يأسف المعلم لتراجع درجات الفتاة ويقرر طرد الزميل.
يقول المعلم إن هناك أدلة فوتوغرافية، وتيأس الضحية من الظلم. تخرج من الغرفة تلوم نفسها على عدم قدرتها على حماية زميلها. في ساحة المدرسة يتحدث الطلاب ويخططون لتخطي حصة الرياضة. فجأة صرخة تتردد في المدرسة. يركض الجميع لرؤية ما حدث. يخاف الطلاب من المشهد ويركضون مذعورين في الممر. الضحية معلقة من عنقها بلا حياة وبعيون فارغة. تنزل المعتدية وأصدقاؤها الدرج وهم يعلقون على الحادث. تلاحظ إحدى الفتيات الجثة وتصرخ خوفا. تجذب انتباه الآخرين. تستدير المعتدية وتصدم لرؤية جثة الضحية معلقة. وجه الفتاة الشاحب والميت يطاردها ويتركها عاجزة عن الكلام. عودة إلى الحاضر. تنكر الفتاة أي خطأ وتلتف في سريرها خوفا. تلوم الجميع من حولها على وفاة الفتاة وترفض قبول الحقيقة. يظهر شبح الضحية في الغرفة مفزعا إياها بحضوره الطيفي، ووجهه المرعب يحدق بها مما يجعلها مشلولة من الخوف. تصرخ الفتاة رعبا ويتبعها الشبح بمخالبه الحاد. يختفي الشبح وتدرك الفتاة أن كل ذلك كان مجرد مقلب تضحك الفتيات الأخريات عليها، ويكشف أنه كان مجرد مقلب مخيف يسخرن من خوفها ويستمتعن برد فعل زميلتهن المبالغ فيه. غاضبة تأمر الفتاة بإبعادهن وتوجه لهن إصبع الوسط بغضب. في اليوم التالي يراقب المعتدي الفتيات الأخريات. بنظرة ازدراء تتسلق الفتاة سرير الطابق العلوي بينما يراقبها الآخرون بفضول من عتبة نافذة. يعلق زملاؤها بأنها فقدت عقلها بسبب المقلب. فجأة تقفز الفتاة من المبنى وتسقط نحو الأرض مذعورة. تركض الفتاة في الممر متسائلة عما يحدث هناك. في الحمام تنظر إلى نفسها في المرآة وتحاول تهدئة نفسها لفهم الوضع. يظهر ظل ذو عيون حمراء في الانعكاس مفزعا إياها. تدرك أن المرحلة عنانيس وتستعد للأسوأ القادم. تحاول الفتاة إقناع نفسها بأن كل شيء سيكون على ما يرام وتخطط للتحدث إلى القائد. يلفت انتباهها صوت غريب فتدير رأسها لترى ما هو. يد شبح الضحية طيفية تمسك بسكين صندوق مما يجعلها مشلولة من الخوف. يلاحقها الشبح ويرميها على الأرض بقوة خارقة ومخيفة. تحاول الزحف بعيدا لكن الشبح يطاردها في الممر المظلم. صوت خطوات الشبح يتردد في الممر ويغمر الخوف الفتاة. تختبئ في زاوية وتحاول حماية نفسها من تقدم الطيف. وتجمع على الأرض تعانق ركبتيها وترتعش خوفا من الموقف. تغطي رأسها بيديها وتنتظر برعب حركة الشبح. فجأة تسحب الفتاة بقوة غير مرئية وتصرخ يأسا. تظهر الفتيات من المقلب ويجدنها منهارة على أرض الممر. يحيط بها ويراقبنها بفضول دون فهم ما يحدث. بعيون متسعة من الرعب تحدق في شيء لا تراه إلا هي. تتحول الفتيات إلى وحوش بعيون حمراء وابتسامات مخيفة. تغشى الفتاة من الخوف وتسقط على الأرض بوجه شاحب وعديم التعبير. تستيقظ في سريرها وتدرك أن كل ذلك كان كابوسا رهيبا. تنظر إلى يديها. ترى عدة جروح وتدرك أن الألم حقيقي. في ذاكرة يضربها والدها ويذلها بسبب مظهرها. على مضمار المدرسة يتدرب الطلاب تحت شمس الصباح. يسألها والدها عن الإصابات في وجهها ويتهمها بإحراج العائلة. يقرر أن تعود إلى المنزل ويمنعها من الاستمرار في المدرسة. منزعجا من عصيانها يمسك برقبتها ويهددها أمام الجميع. يسحبها من ذراعها ويأخذها بعيدا عن المدرسة. يمشي الرجل الأصلع والبطل عبر الساحة بزي المدرسة بنظرة حازمة. يسأل القائد إذا حصل الشاب على الموقع. يتبعان خادمة ويقتربان من قصر فاخر. ينبهر البطل بالقصر لكن الرجل الأصلع يذكره أنه مجرد وهم. يتبعان الخادمة عبر الحديقة ويستعدان لما سيجدانه. تضرب الفتاة نافذة زجاجية وتتوسل للمساعدة بوجه مكبل بالكدمات. تضرب الزجاج بقوة وتصرخ يأسا لطلب النجدة. فجأة تمسك يد من الخلف وتسحبها إلى داخل القصر. عيناها متسعتان من الرعب.
تحدق في معتديها بخوف شديد يراقب الاثنان المشهد ويدركان أن المكان بني حولها. يتساءل الشاب إذا كان والد الفتاة يعيش هكذا في العالم الحقيقي. تدعوهم الخادمة للدخول وتطلب منهم انتظار صاحب المنزل. يظهر والد الفتاة ويقدم البطل نفسه كزميل لها في الصف. يثني على الرجل الأصلع ويقول إنه أكثر الطلاب رياضة في صفهم. بنظرة مشككة يقبل الرجل المهام ويقيس الشابين. يبرز القصر المهيب في المشهد بمعماره الفاخر. يلاحظ البطل نظرة الرجل المحتقرة ويفهم يأسه من العائلة. بنظرة باردة يقول إن الرجل اختار طريقه ولا يستحق الشفقة. يمشي الاثنان عبر الحديقة ويخططان للمرحلة التالية من مهمتهما. يؤكد الرجل الأصلع أن الهدف بالداخل ويقرر العمل ليلا. يراقب الشاب النافذة ويستعد لتلقي الأوامر من القائد. يحل الليل وتضيء القصر مع الأنوار في الغرف. يتسلل القائد عبر الحديقة ويستعد لدخول القصر. مستلقيا على العشب يشتكي الشاب ويبخه الرجل الأصلع على قلة اتزامه. يقترب الاثنان من القصر ويستعدان للدخول بصمت. يصفر الرجل الأصلع للشاب ويأمره باستخدام الصفير في حال حدوث مشكلة. يراقب البطل القائد ويدرك أنه محترف ذو خبرة. يتسلق الرجل الأصلع الجدار برشاقة ويشاهد الشاب المشهد معجبا. يسمع صوت والد الفتاة ويختبئ لئن لن يرى. بنظرة ازدراء يبتعد ويخبر الرجل أن يبتعد عنه. يراقب البطل المشهد بحذر ليفهم ما يحدث. يرمي والد الفتاة ابنته على الأرض ويوبخها على سلوكها المتمرد. بوجه مكبل بالكدمات تحدئه بكرة وترفض طاعته. يحمل حزاما في يده يستعد لمعاقبتها على عصيانها. غاضبا يتهمها بإحراج اسم العائلة بأفعالها. يمسك برقبتها ويقول سيكون من الأفضل أن تذهب مع والدها. تكافح الفتاة لتحرر نفسها لكن والدها يشدد قبضته ويخنقها. يسقط مزهرية على الأرض وتتحطم إلى عدة قطع من أثر السقوط. تظهر الأخت والزوجة الثانية وتطلب منه التوقف عن إيذاء الفتاة. تتحطم المزهرية إلى آلاف القطع ويرتد الصوت في القصر الفاخر. تركض الأخت لمساعدتها وتسأل إذا كانت بخير. بعد الحادثة تدفعها الفتاة وتصرخ بغضب لتبعد يديها عنها. تقلق العائلة على الأخت ويحضر الأب صندوق الإسعافات الأولية. بوجه مكبل بالكدمات وعيون مليئة بالكراهية تراقب المشهد بصمت. يبخها والدها لعدم شكرها أختها على دفاعها عنها من الهجوم. تشعر بالفشل وتقارن نفسها بأختها المثالية التي يحبها الجميع. تتهمها الزوجة الثانية بأنها مشكلة منذ وصولها إلى ذلك المنزل. جاثية على الأرض تتأمل في حياتها والأضرار التي سببها والدها. تخبر الأخت والدتها أن شيئا فظيعا حدث وتطلب المساعدة. تواسيها الزوجة الثانية وتخبرها ألا تقلق بشأن مشاكل الآخرين. يفهم البطل هوس الفتاة وسبب سلوكها. يسمع صوتا ويدير رأسه ليرى ما يحدث في الغرفة. يسقط جسد والد الفتاة على الأرض وتضحك الفتاة بشكل مخيف. بعيون مليئة بالكراهية تحتفل بموت والدها بابتسامة. تخرج الفتاة من القصر في حالة نشوة وغيبوبة. يحاول الشاب اللحاق بها ويطلب منها السيطرة على نفسها لكنها لا تستمع. يصفر لجذب انتباه القائد وتحذيره من الوضع. يقف الرجل الأصلع ويحذر الشاب أن الفتاة فقدت السيطرة تماما. تغوص الفتاة في مستنقع وتحاول البقاء على السطح. يقول القائد إن لديها خيارين: العودة معهم أو مواجهة مصيرها هناك. محاصرة في المستنقع. تصرخ الفتاة طلبا للمساعدة وتتوسل للخروج من ذلك المكان. يخاف البطل من المشهد ولا يفهم ما يحدث. يصرخ الرجل الأصلع أن الأرض تنهار وأن عليهم الهروب بسرعة. يشرح أنها مادة غير نيوتونية ويجب أن يتحركوا ببطء. يتذكر الشاب محاضرة جامعية ويفهم كيف يخرجون من هناك. يستلقي الاثنان على الأرض ويزحفون ببطء للهروب من الرمال المتحركة.
يتمكن الرجل الأصلع من الوصول إلى مكان آمن ويتمسك كي لا يغوص. يصرخ للشاب أن يزحف ببطء نحوه لينقذ نفسه. تسحب الفتاة إلى المستنقع بأيدي طيفية وتصبح يائسة محاصرة في المستنقع. تتوسل للمساعدة لكن لا أحد يستطيع إنقاذها الآن. يشاهد الاثنان الفتاة تغوص ويقول الرجل الأصلع إنها نهاية مناسبة. تظهر يد طيفية من المستنقع وتقول إنهما سيكونان معنا الآن. تبتلع الفتاة المستنقع وتسحبها الأيدي الطيفية إلى القاع. تغوص ببطء في المستنقع ويختفي وجهها في الطين الداكن. يركض الاثنان إلى الحافلة قبل أن تنهار البعد عليهما. يشرح الرجل الأصلع أن الانهيار بدأ عندما تحقق أمنية المخلوق. يركض الشاب بأقصى سرعة للهروب. تظهر الحافلة في المسافة ويسرع الاثنان للوصول إليها في الوقت المناسب. تتحول الأرض إلى مستنقع ويخطو الشاب بالخطأ في الطين. يساعده الرجل الأصلع ويواصل الاثنان سباقهما اليائس. يعتذر الشاب عن الخطأ فيرميه الرجل الأصلع بقوة بقفزة. يدفع القائد نفسه بعيدا ويبتعد عن المستنقع المتوسع. يقول إن الأنانية هي القاعدة الوحيدة للبقاء في ذلك المكان الخطير. يقوم البطل ويواجه الرجل الأصلع بنظرة تحدي. يخرج شفرة ويستعد لمواجهة القائد في مبارزة نهائية. بضربة سريعة يهاجم الرجل الأصلع ويرميه نحو المستنقع. يقفز الشاب فوق المستنقع ويصل إلى الحافلة بأمان على الجانب الآخر. يده تنزف من الجهد لكنه نجح في التحدي. يصدم الرجل الأصلع لرؤيته حيا ولا يصدق حظه بنظرة مرتاحة. يقول الشاب إن الحظ كان بجانبه هذه المرة. تفتح باب الحافلة ويصعد الاثنان للمرحلة التالية من الرحلة. يعلق الشاب أن المرحلة الأخيرة كانت سهلة لكن الرجل الأصلع يقول إن المهم هو البقاء على قيد الحياة. يحذره القائد من أن قيمة الموارد ستتضح بعد مراحل أخرى. ينظر البطل إلى ذراعه ويلاحظ أن الجرح أغلق بتطبيق واحد فقط. ينبهر بقوة الدواء ويفهم قيمة الإمدادات بنظرة حازمة. يقرر إبقاء الرجل الأصلع على قيد الحياة لكشف الأسرار. يكشف القائد أن النظام يملأ الفراغات للحفاظ على عدد أدنى. تسرع الحافلة وتدور الإطارات بسرعة على الطريق المظلم والغامض. يصعد راكب جديد إلى الحافلة ويحدد الرجل الأصلع أنه مبتدئ. يتساءل الشاب متى يعودون من البعد وإذا كانت هناك فرصة للهروب. يدرك أنها فخ وأن سادة اللعبة أذكى مما يبدو وذراعه متقاطعة. يقرر الاستمرار في جمع المعلومات للبقاء. يصعد 3 ركاب جدد إلى الحافلة ويقترب الرجل الأصلع لتحيتهم. يرحب بهم في حافلة الجحيم ويطلب منهم قول أسمائهم. ينصدم المبتدئون من الاستقبال ويظنون أن الرجل الأصلع مجنون. يقدمون أنفسهم ويشتكي أحدهم من المشي الطويل إلى موقف الحافلات. يتجاهلهم الرجل الأصلع ويأمرهم بالجلوس في الخلف بينما يراقبهم بازدراء. يرفض أحد المبتدئين السفر معهم ويحاول النزول من الحافلة. يحذره القائد من فعل ذلك وإلا سيفعل عقوبة. يصرخ الرجل يائسا للسائق ويطالب بأن يخرج من هناك. بعيون متسعة من الرعب لا يفهم المبتدئ ما يحدث. ينظر إلى مقعد السائق ويدرك أن الحافلة فارغة تماما. فجأة يعلن صوت آلي أن الانطلاق قد بدأ ويجب على الجميع الجلوس. يفقد الرجل توازنه مع حركة الحافلة المفاجئة وكاد أن يسقط على الأرض. فورا يظهر تيار كهربائي أزرق من الأرض ويصدمه بقوة. يصرخ الرجل من الألم ويشعر بالكهرباء تجري في جسده كله بلا توقف. مستلقيا على الأرض يتوسل للمساعدة. بينما تستمر التيارات بضربه يقول البطل بعدها إن المقاعد معزولة وكان يجب أن يجلس. يشعر المبتكران الآخران بالارتياح لاتباعهم أوامر الرجل الأصلع. بجهد كبير يجرى الرجل نفسه إلى مقعد ويسأل ما هذه الحافلة. ييأس المبتدئ الآخر أيضا ويطالب بتفسير الوضع الغريب. يقرر الرجل الأصلع بعدها شرح قواعد اللعبة. أجبروا على اليأس. يضع الرجل يديه على رأسه ولا يصدق ما يحدث.
يشعل القائد سيجارة ويكشف أن الجميع هناك خطاط مدانون، يشرح أن كل شخص يخفي ماضيا مظلما. خلف مظهر عادي بقبضة مشدودة يسمع البطل أن كل روح مختارة لهذه الرحلة مذنبة. ينكر المبتدئون الاتهامات ويقولون إنهم أشخاص طيبون مثل الأطباء والمحسنين. يعلن النظام أن المحطة التالية وصلت ويجب على الجميع النزول. من منظور جوي نرى الحافلة متوقفة على طريق محاطة بغابة كثيفة. ينزل البطل من الحافلة ويعلق أن صمت ذلك المكان غريب جدا. يمشي الفريق عبر غابة كثيفة بأشجار ضخمة حولهم. يصبح البطل قلقا لأنه لا يعرف نوع الحيوانات المفترسة التي تعيش هناك. يواصلون السير عبر الغابة بينما تضيء الشمس الطريق. السماء الزرقاء والشمس الساطعة تخلق مشهدا جميلا لكنه مريب جدا. فجأة يسمعون صوت غناء ويجد البطل الأمر غريبا جدا. يحذر الرجل الأصلع الجميع من التعامل مع الأمر كلعبة والبقاء دائما متيقظين. فجأة يظهر ضباب كثيف وييأس المبتدئون من الوضع. يخرج قائد المجموعة حبلا حتى لا يضيع أحد في الضباب. يربط الرجال أنفسهم بالحبل كي لا ينفصلوا وسط الضباب. يقود الرجل الأصلع المجموعة المربوطة وهم يتقدمون عبر الغابة الضبابية. غير قادر على الرؤية بوضوح، يتعثر أحد المبتدئين بحجر في الطريق. يصرخ من الألم وهو يشعر بإصابة في ساقه من السقوط المفاجئ. مستلقيا على الأرض يدرك أن لديه جرحا عميقا في ساقه ويصرخ طلبا للمساعدة. يخرج البطل دواء ويسأل الرجل المصاب ما هو هذا الشيء. يكشف الشاب أنه في هذا العالم هناك علاجات معجزة. يعالج الجرح ولدهشة الجميع يغلق الجرح فورا ولا يصدق الآخرون ذلك. مع شفاء الرجل يستأنف الفريق السير على الدرب. في الغابة الغامضة يصرخ القائد بصوت عال للرجل أن يسرع ويواصل المشي مع المجموعة. بعد فترة يأخذون استراحة للأكل واستعادة طاقتهم. يبدأ المبتدئون بالشكوى من التعب ويتساءلون كم المسافة المتبقية. فجأة يصرخ أحد الرجال ويسحب إلى الخلف بقوة كبيرة من شيء غير مرئي. بعيون واسعة يرى يدا تشبه الغصن تمسك به وتسحبه عبر الأرض. مستلقيا على الأرض يشير خلفه ويصرخ رعبا أنه رأى شبحا في الغابة. يوبخه المبتدئ الآخر ويقول إن الأشباح لا تظهر أثناء النهار. ثم يشير إلى شجرة ويقول يتعرف على ذلك المكان لأنه زاره من قبل. ثم يدرك البطل أنهم كانوا يمشون في دوائر طوال الوقت دون أن يصلوا إلى أي مكان. يقول الرجل الأصلع إن الوضع مقلق وأنهم بحاجة لتمهيد طريق ليهتدوا به. دون تردد يمسك القائد بمعطف أحد الجدد ليستخدمه كعلامة. الرجل يشتكي ويقول إن معطفه غالي جدا وأن الرجل الأصلع فقد صوابه تماما. بعدها يطرحه الرجل الكبير أرضا ويسأله هل حياته أقل قيمة من معطف بسيط وبالقماش في يده. يقول إنه سيستخدم ملابسهم كعلامات على الطريق. يعلق البطل أن الرجل يقدر ملابسه أكثر من بقائه على قيد الحياة. الشاب يربط قطعة قماش على غصن ليعلم أول علامة والرجل الآخر يفعل نفس الشيء ويربط قطعة قماش أخرى على شجرة قريبة. بعد فترة يشتكي الجدد من التعب والرطوبة الخانقة في الغابة. الرجل الأصلع يبحث في حقيبته بينما يراقبه البطل بانتباه وفضول. القائد يحذر أنه إذا توقفوا عن المشي سيموتون هناك بلا شك. وبعزيمة تستمر المجموعة في السير عبر الغابة باتباع أوامر الرجل الأصلع. فجأة يرون قرية غامضة في البعد ويسمعون موسيقى ناعمة في الهواء. يتبعون صوت اللحن ويتجهون نحو القرية بحثا عن مأوى وإجابات. الجدد مفتونون باللحن وجمال القرية الغامضة. في وسط الغابة يقتربون فيرونا امرأة ترتدي فستانا أحمر تنتظرهم عند المدخل. تقدم الشابة نفسها باسم هاروكا وتقول إنهم سيكونون آمنين هناك. لكن البطل والرجل الأصلع يشككان في استقبال المرأة الودي. أما الجدد فيشعرون بالراحة ويطلبون الطعام مع مدح جمال المرأة. ثم يتبع الرجال الثلاثة المرأة التي تبدو الآن وكأن يديها مربوطتان.
يلاحظ البطل المشهد ويفكر أن الجدد خفضوا حذرهم بسهولة كبيرة. يعتقد أنه إذا استطاعوا الانضمام إلى الإقامة يمكنهم استغلال الوضع لصالحهم، والرجل الأصلع يوافق ويقرران متابعة المجموعة، لكن مع البقاء في حالة تأهب دائم. ثم تمشي المجموعة عبر شوارع القرية الحجرية تتبع المرأة الغامضة. قريبا يستقبلون بوليمة مليئة بالطعام والشراب اللذيذ. يجلس البطل والقائد معا، لكنهما يظلان مشككين ولا يأكلان شيئا. بينما يأكل الرجال الثلاثة الآخرون بسرعة دون مبالاة، تسأل المرأة لماذا لا يأكلون؟ فيقول الرجل الأصلع إن التعب أخذ شهيته. فتقول الشابة إنها أعدت لهم مكانا للراحة. وتظهر امرأة أخرى. يقوم القائد ليتبع المرشدة ويذهب البطل معه دون تردد. يتساءل الشاب إذا كان من الصواب ترك الجدد هناك، فيقول الرجل الأصلع إنه خيارهم. يوافق الشاب مع القائد ويقبل قرار ترك الآخرين خلفهم. في هذه الأثناء ينجذب أحد الجدد إلى رقص المرأة ذات الفستان الأحمر، ويوبخه الآخر لأنه يلهث وراء فتاة. بينما تبتسم الشابة يحتدم الجدل ويبدأ الرجلان في الشتائم. في منتصف الشارع يوجه الرجل ذو البدلة لكمة قوية على وجه الشاب الآخر. يحاول الرجل الثالث فض الشجار، لكنهما يواصلان الضرب بلا توقف. في الخلفية تراقب المرأة ذات الفستان الأحمر المشهد بابتسامة شريرة، تشرح أن الفائز في القتال سيكون معها حسب قوانين قبيلتها. بغضب يصرخ الرجل ذو البدلة أن هاروكا ستكون له، ويركض خلف منافسه الرجل البدين يمسك به، ويقول إنه إذا أصبحت الشابة زوجته يمكنه البقاء هناك للأبد. رغم ذلك يتمكن الآخر من التحرر ويوجه لكمة أخرى لوجه خصمه. ينهار الرجل أرضا من قوة الضربة، والآخر يستعد للهجوم النهائي دون تردد. يلتقط الرجل طبقا خشبيا من الأرض ليستخدمه كسلاح. بنظرة غاضبة يرفع الطبق ويستعد لضرب خصمه الساقط. تصيب الضربة رأس الرجل الآخر مباشرة، ويسقط فاقد الوعي على الأرض من قوة الضربة. الرجل مصاب بجروح خطيرة ويسيل دم أحمر من رأسه. يركض صديقه يائسا لمساعدته، بينما يشاهد الفائز المشهد. تقترب الشابة وتنظف وجه الفائز بمنشفة ناعمة تعلن أنه زوجها، وتقوده بعيدا يدا بيد وبابتسامة على وجهها. يتوسل الصديق للرجل المصاب ألا يذهب، بينما يمشي الزوجان ببطء بعيدا. لاحقا يستيقظ الرجل في سرير ورأسه ملفوف ولا يزال مشوشا. يحذره الرجل الأصلع أن كل النساء في ذلك العالم يرغب في زواله. ينفعل الرجل ويدافع عن هاروكا، ويصفه قائد المجموعة بالغباء التام. يحاول صديق تهدئته ويطلب البطل منه الصبر مع الشاب. يتساءل الرجل الأصلع إذا كان الرجل الآخر قد تبع المرأة، ويقرر الذهاب للبحث عنه. ويعلق أن كان سيكون أسهل لو أنها أنهته دفعة واحدة، ثم يخرجان للقرية للبحث عن الرجل المفقود. بنظرة حازمة يتبع البطل قائد المجموعة بلا سؤال. في الطريق يرون نساء ينظفن الأرض بقطع قماش وأغطية عمياء. يسأل الشاب إذا رأين صديقه، لكن النساء لا يبدين سماعا. فتقول إحداهن إنها لم تر أحدا ولم تكن منتبهة. ينزعج الرجل الأصلع من الاختفاء، ويصف الرجل بالجاهل العاشق. يحل الليل وتضاء القرية فقط بضوء القمر والنجوم. تواصل المجموعة البحث عن الرجل المفقود في شوارع القرية المظلمة. يركض البطل في القرية بحثا عن أدلة لمكان الجدد. ينضم إليه الآخران ويتفرقون للبحث في أماكن مختلفة. يصعد القائد إلى سطح للحصول على رؤية أفضل للمنطقة، ويبحث عن أدلة دون جدوى. تجتمع المجموعة وتتساءل أين يمكن أن يكون الرجل. متعبان يقترح الرجلان التوقف عن البحث، ويصفهما الرجل الأصلع بالحمقى. يشرح البطل أن الحافلة لن تغادر حتى يجتمع كل الناغون. يعجب القائد بذكاء الشاب ويدرك أنه ليس غبيا. يقول البطل إنهم بحاجة لتغيير أسلوبهم، ويسأل الرجل الأصلع بجدية ماذا يقصد.
يقرر العودة وسؤال السكان عن مكان المرأة. يمزح الرجل المربوط الرأس بأن صديقه تأذى بسبب امرأة وحشية، بينما يقول الآخر إن الحظ بجانبه. يقترب البطل منهما ويطلب المساعدة لأنهما يبدوان سعيدين. يرفضان المساعدة ويصرخان أنهما لن يفعلا ما يطلبه الشاب عند رفض الرجال. ينظر البطل إلى القائد الذي يهمهم فقط بالوضع وهو يضم قبضته. يحدق الرجل ذو النظارات في المجموعة بنظرة مليئة بالغضب والازدراء. يمسك الرجل الأصلع بالرجل منياقة قميصه بينما يصرخ صديقه ألا يلمسه، مضغوطا من الرجل الكبير. يستسلم الرجل ذو النظارات أخيرا ويوافق على مساعدة المجموعة. بعدها يرميه القائد أرضا بقوة ويصرخ عليه أن يبدأ بالتحرك فورا. يركض صديقه لمساعدته على النهوض. بينما يشاهد البطل والرجل الأصلع المشهد، يحل الليل على القرية ويبدأ ضباب غامض يغطي البيوت الخشبية بأصابع مرتجفة. يطرق الرجل الباب الخشبي لجذب انتباه المرأة، ممسكا زهرة ينادي هاروكا ويطلب منها فتح الباب ليتمكن من الدخول، ثم يطل من خلال شق الباب. بينما يشاهد الآخرون الخطة من بعيد، يرى المرأة راكعة على الأرض بتعبير جدي على وجهها بنظرة عاشقة. ينجذب الرجل لجمال الشابة ويدخل الغرفة. تنظر المرأة للأعلى وتسأل ما خطبه هذه المرة. بابتسامة على وجهه يقدم الزهرة للشابة. تأخذ الزهرة وتثني على جمالها بابتسامة ساحرة ونظرة مندهشة. فجأة تسحق الزهرة ويسأل الرجل ماذا تفعل بالهدية بابتسامة خفيفة. تبدأ الزهرة في يدها بالتوهج بضوء أحمر مكثف. تضع الشابة الزهرة في شعرها وتقول إنها جميلة، بينما يشاهدها الرجل بحب، ثم تجذبه من يده إلى الغرفة بابتسامة مغرية على وجهها. بعيون تلمع بالشغف يشعر الرجل وكأنه في السحاب مع اهتمام الشابة في الخارج. يدرك القائد أن الشاب نسي المهمة ووقع في حب المرأة. تقول إنها تحبه ويحتفل الرجل لأنها اختارته بدلا من الآخر. فجأة يتغير وجهها وتقول إنها تحبه كثيرا لدرجة أنها قد تلتهمه. تقترب المخلوقة من الرجل بفمها المخيف وأسنانها الحادة دون تحذير. تنقض الوحش عليه وتعض كتفه بقوة كبيرة. يطرح الرجل على الأرض ويصرخ من الألم، غير مدرك لما يحدث، وبفم مليء بسائل أحمر. تحدق المخلوق به بنظرة جائعة. تتقدم الوحش نحوه ويصرخ الرجل يائسا ليبتعد عنها. يظهر ظل ذو أشواك من العدم ويتجه نحو الرجل الملقى على أرض الغرفة. يريد صديقه المساعدة لكن القائد يمنعه قائلا إن الخطة ستفسد. فجأة يطرح الرجل المفقود الآخر خارج المنزل بقوة كبيرة. فورا بعد ذلك يضرب ظل أزرق عملاق الأرض بضربة قوية ملقى على الأرض. يمسح البطل المادة عن وجهه بنظرة حازمة. تتوهج عيناه بضوء أزرق مكثف. بينما يستعد للقتال، يحيط الظل بالرجل المصاب ويسحبه إلى جسده المظلم. ثم يصرخ البطل للآخرين ويركض نحو الوحش ليضربه. يركض عبر القرية. فجأة ينظر الشاب إلى السماء بتعبير مندهش. يرى حشدا من السكان يحملون المشاعل يقتربون من المجموعة. يمسك الرجل الأصلع بالبطل بينما يقترب السكان المعصوب الأعين ببطء. من الأعلى ترى المجموعة محاطة بالكامل بحشد السكان الحاملين للمشاعل. يأس الصديق يتساءل ما هؤلاء القادمين. يصرخ البطل أنهم ليسوا بشرا بل وحوش تريد القضاء عليهم. يعطي القائد حقيبة لصديقه ويسأله إذا كان يستطيع استخدام سلاح ناري. يقول البطل إن القائد علمه مرة وأنه يستطيع التعامل معه. يأخذ الرجل الأصلع عبوة ديناميت من الحقيبة ليستخدمها الشاب ضد الحشد. مع إشعال الفتيل الديناميت جاهز للرمي على السكان الوحشيين، يلقى المتفجر وسط الحشد الذي يشاهد الجسم يطير نحوهم. يحدث انفجار هائل يقذف كل السكان بعيدا بقوة الصدمة. يقول الصديق إنه لا يستطيع فعل ذلك ويصرخ الرجل الأصلع عليه أن يفعل إذا لم يرغب في أن يختفي. راكعا على الأرض يشعر الرجل بالغثيان ويسقط الديناميت بجانبه على الأرض.
فجأة يرى عدة ديدان على الأرض ويصرخ يائسا من المشهد المقرف. يكشف القائد أن ذلك كان طعامهم، ويغطي البطل فمه اشمئزازا. في ذاكرة نرى الوليمة التي قدمتها المرأة مع أطعمة شهية مختلفة، ثم يتحول الطعام إلى وليمة مقرفة مليئة بالديدان واليرقات. في لحظة أخرى تقدم المرأة مشروبا في كأس بابتسامة لطيفة على وجهها، ثم يتحول المشروب إلى سائل مظلم ومقرف. كاشفا طبيعته الحقيقية، يبدأ الصديق في الاختناق ويضع يديه على ركبته غير قادر على التنفس بشكل صحيح. يغضب الرجل الأصلع ويمسك الرجل من ياقة قميصه ويصرخ عليه ألا يعطل المجموعة. يبدأ البطل بإطلاق النار على حشد الوحوش ليفتح طريقا يرمي الجديد الديناميت أخيرا، ويحدث انفجار ضخم في وسط الحشد وسط أجساد الوحوش. يسأل الرجل إذا تمكنوا أخيرا من الفوز. فجأة يبدأ أحد الأجساد على الأرض في التشنج بطريقة غريبة ومخيفة، ثم يقف المخلوق ويطلق صرخة مرعبة تجاه مجموعة الناجين. يشير الجديد برعب ويصرخ أن الوحوش تتحرك مجددا وهي خالدة. ثم يبدأ كل حشد المخلوقات الساقطة في النهوض للهجوم مجددا. يطلق البطل والرجل الأصلع النار بلا توقف على الوحوش القادمة وأصابعه على الزناد. يواصلان إطلاق النار، لكن يسمعان صوتا غريبا. يدرك القائد أن الذخيرة نفدت ويذعر الجديد من الوضع. دون تردد يمسك الرجل الكبير بالرجل الآخر من قميصه بقوة كبيرة، ثم يرميه نحو الوحوش قائلا إن القمامة طعم جيد. يحاط الرجل بسرعة بالوحوش التي تمسكه بمخالبها الحادة. يهرب الرجل الأصلع ويصرخ على البطل ألا يقف ساكنا وإلا سيصبح طعاما للوحوش أيضا. بنظرة باردة يراقب البطل فقط، ويفكر أن الجميع هناك مجرمون. يتذكر أنه لا يشعر بالشفقة على أحد، لأن حتى الأبرياء قد يكونون أناسا سيئين. الآن في الغابة يركض البطل والرجل الأصلع للهروب من قرية الوحوش بنظرة مركزة. يواصل قائد المجموعة الركض دون النظر خلفه. يتوقف للراحة ويقول إنهم لا يمكنهم استخدام الضوء حتى لا يجذب انتباه المخلوق. راكعا على الأرض يأخذ الرجل الأصلع علاجا من حقيبته ويقول إنه سيستخدمه أولا. ينظر البطل إلى يده ويتساءل لماذا تؤلمه خدشة بسيطة، ثم يدرك أن القائد مصاب بنفس الجرح ويستخدم كل الدواء. يرى البطل الموقف ويقترب ليأخذ زجاجة الدواء من يده. بنظرة جدية كان الشاب يتوقع بالفعل تصرفا أنانيا من الرجل الأصلع. يصب السائل في يده لكنه يدرك أن الكمية غير كافية. يسأل الرجل الأصلع كيف حاله ويشكره الشاب قائلا إنها مجرد خدشة. يعلق القائد أن الشاب أصبح أقوى، ويقول الشاب إنها كانت مجرد حظ. يحذره البطل أنه إذا انتشر السم سيكون التالي الذي يتأثر، ثم يقول الشاب له أن يتأكد من بقائه مفيدا، ويوافق الرجل الأصلع. قرب الصباح ينزعج الرجل الأصلع لعدم العثور على المجموعة الأخرى بعد. يقلق البطل ويظن أن الطعام نفد وأن القائد قد يذهب للبحث عنه قريبا. يحمل الشاب سكينا ويستعد للدفاع عن نفسه. إذا استهدفه أحد فجأة شيء يجذبهما معا إلى الأسفل ويشعران باليأس من الوضع. في كهف مظلم ورطب نرى بعض الكروم ودودة على الأرض تدحرجا على منحدر الكهف ويسقطان بقوة على الأرض الحجرية. ملقا على الأرض يدرك البطل أن ذراعه انخلعت من أثر السقوط. دون تردد يعيد ذراعه إلى مكانها بحركة سريعة ودقيقة. بابتسامة مؤلمة يعلق البطل أن الألم جميل حقا، ثم يلتقط السكين الذي سقط على الأرض ويكشف أن أدرينالينه في أعلى مستوياته وأن الألم يجعله أقوى. وبسكين في يده يواجه القائد ويسأله إذا كان يظن أنه يستطيع إسقاطه. فجأة تظهر طاقة بنفسجية في الكهف وتضرب البطل دون تحذير. يظهر وحش أبيض مع عصابة على عينيه. يندفع ليضرب الشاب بغضب شديد وعيناه تتوهجان بضوء أزرق مكثف. بينما يستعد للمعركة بضربة سريعة ودقيقة يقطع المخلوق إلى نصفين بسيفه الحاد.
يسقط الوحش أرضا إلى جزئين، والبطل يراقب المشهد بعناية من داخل المخلوق. تبدأ عدة مجسات بنفسجية بالظهور والارتفاع، ولدهشته يتجدد المخلوق ويقف مجددا مستعدا للضرب. يدرك الشاب أنه إذا لم يستطع الفوز فعليه الهروب سريعا من ذلك المكان. في تلك اللحظة يمسك الرجل الأصلع ساقه مانعا إياه من الهروب من القتال ضد الوحش. يائسا يتوسل القائد للشاب ألا يتركه هناك مع ذلك المخلوق بابتسامة ساخرة. يسأل البطل إن كانوا لن يتركوا القائد هناك، ثم يمسك الشاب بالرجل الأصلع ويسحب بعيدا عن حشد المخلوقات. يصدم القائد بقوة الشاب ولا يصدق أنه أنقذه. يركضان عبر الكهف بينما تلاحقهما المخلوقات الظلية بلا هوادة على الطريق. يصادفان عدة فئران بإضاءة ذات عيون حمراء تراقب المشهد. فينتهي الأمر بالرجل الأصلع أن يتعثر بحجر ويسقط أرضا غير قادر على النهوض. يرميه البطل نحو الوحوش ويقول إنه الطعم المثالي للهروب. في الخلفية يسمع صرخة ويتعرف على صوت الطالب الجديد الآخر الذي اختفى. ينظر الاثنان إلى أسفل الكهف ويسأل البطل إن كان الصوت قادم من هناك، فيجدان الرجلين الآخرين ملقيين قرب بيضة عملاقة وغامضة. الرجل ذو النظارات يدخل في حالة ذعر، لكن البطل يأمره بالصمت حتى لا يجذب الوحوش. يصرخ الرجل يائسا ويكرر البطل بغضب أن يصمت. يفكر الشاب في قاعدة الحافلة ويأسف لأنه اضطر لإنقاذ هؤلاء الحمقى. يتهمه القائد بتجربة الإمدادات، لكن الشاب يقول أنهم سيستخدمون الحبل لإنقاذهم. وأثناء الاستعداد للإنقاذ يلاحظ الرجل الأصلع أن الشاب تغير تماما. يرمي البطل الحبل للرجل ويطلب منه ربطه حول خصره للصعود. يبدأ الرجل ذو النظارات بالتسلق ويركل الآخر الذي يتوسل ألا يتركه هناك. بلا رحمة يدوس على يد رفيقه ويقول له أنقذ نفسك لأنه لا أمل بعد الآن. يسأل البطل إن كان هناك أحد آخر. يكذب الرجل ذو النظارات قائلا إنه وحيد. فجأة يظهر أحد المخلوقات البيضاء من الخلف ويستعد لضربه. يهاجمه الوحش بمخالبه ويصرخ الرجل من الألم بسبب الضربة المفاجئة. يرمي المخلوق الرجل في الهواء ويندهش البطل من المشهد غير المتوقع. يحاول الشاب سحبه لكن الوحش يمسكه بإحكام. بينما يتوسل من أجل حياته بكل جهد يواصل الشاب سحب الحبل محاولا إنقاذ الرجل من الوحش معلقا بالحبل. يأس الرجل ذو النظارات ويصرخ طلبا للمساعدة خوفا بنظرة حازمة. يقرر البطل استخدام كل قوته لإنقاذ الرجل. فجأة تنكسر البيضة العملاقة ويظهر مخلوق يشبه العنقاء البيضاء لدهشة الجميع. تظهر المرأة ذات الرداء الأحمر من القرية بابتسامة على وجهها. تكشف الوحوش من القرية عن أشكالها الحقيقية بابتسامات مخيفة. يطلق المخلوق الشبيه بالعنقاء صرخة مدوية تتردد في أرجاء الكهف. يتعرف الرجل ذو النظارات على الصرخة ويقول إنها نفس التي سمعها في الغابة من قبل دون إضاعة وقت. يربط البطل الحبل بصخرة استعدادا للإنقاذ. فجأة تظهر عدة عنقاء أخرى ويصرخ الشاب للآخر أن يصعد وحده. مرتعبا يصعد الرجل الحبل بينما يحذر الرجل الأصلع أنهما نفدا من الذخيرة. ثم يقفز القائد والبطل للقتال ضد المخلوقات مستخدمين سيوفهم فقط. يحاصر الرجل الأصلع بسرعة من قبل الطيور ويصرخ طلبا للمساعدة وهو يتعرض لهجوم بلا هوادة. يحمل البطل سيفه ويواجه أحد المخلوقات مستعدا للقتال، ثم يتفادى هجوما بحركة سريعة وأكروباتية لتجنب الإصابة، لكنه ينزلق في منتصف التفادي ويتمسك بساق الرجل على الحبل. يصرخ الرجل ذو النظارات للشاب ألا يسحبه معه في السقوط. يناديه البطل بالناكر للجميل، لكن الرجل يقول من الطبيعي أن ينقذ الإنسان نفسه أولا في مثل هذا الموقف بلا خيار آخر. يستخدم الشاب سيفه ليبدأ بتسلق جدار الكهف بنفسه بمهارة كبيرة. يواصل تسلق الجدار بينما يصعد الآخر الحبل ليلمه الرجل على الوحوش ويأمره البطل بصمت بلا صبر. فجأة تتجاهل المخلوقات الاثنين وتبدأ بالتحليق نحو خلفية الكهف. في الأسفل المرأة ذات الرداء الأحمر محاطة باللهب والطيور تطير نحوها.
من النار تخرج نساء أخريات يبدو أنهن جزء من طقس ما، والرجل المتبقي يتوسل للمرأة أن تنقذه من ذلك المكان. بنظرة أشمئزاز تحدق المرأة في الرجل الممدد على الأرض دون أن تقول شيئا، ثم ترفع قدمها وتستعد لدوس رأس الرجل بقوة كبيرة بلا تردد، تدوس الشابة على صدره، ويصرخ الرجل من الألم بسبب الضربة الثقيلة. يسأل لماذا تفعل ذلك، لكنها تحدقه بصمت. بتعبير بارد تكشف الشابة أنها تفعل كل هذا من أجل الانتقام الخالص. يصدم الرجل من الكشف ويتساءل عن نوع الانتقام. في ذاكرة نرى انعكاس المرأة ذات الأجنحة في عيون مخلوق عملاق، ثم نرى الطيور البيضاء في حقل أخضر هادئ قرب نهر صاف. كانت المخلوقات تعيش بسلام في الغابة، تقضي أيامها في الطيران وشرب الماء. فجأة يظهر مجموعة من الناس ويبدؤون بمراقبة الطيور بمناظير. يشرح أستاذ أن تلك طيور نادرة ومحمية. يؤكد أحد الطلاب أن وصف الكتاب يتطابق مع مظهر الطيور النادرة. يكشف الأستاذ أن عددها لم يتبق سوى 130 فقط، وأن هذا هو موطنها الوحيد. في البعد يراقب زوج آخر الطيور بمناظير، وتعجب المرأة بالطيور وتطلب من صديقتها الصمت. فجأة تخيف آلة ثقيلة الطيور التي تطير بعيدا من الضجيج. يفزع الفريق ويتساءل ماذا تفعل آلة كهذه في منطقة محمية. ثم يرون عدة رجال يقطعون أشجار الغابة بمنشار وسلاسل وجرارات، تسقط شجرة وتسقط على الأرض. بصوت مدو ومخيف يبدأ الرجال بلا رحمة بمطاردة الطيور العاجزة بمنشارهم. يصرخ الأستاذ وطلابه أن هذه منطقة محمية بها حيوانات مهددة بالانقراض. يقول أحد العمال إنهم فقط يتبعون الأوامر، ويتساءل الأستاذ من صاحب الأوامر. يكشف الرجل أن الرئيس رجل أعمال ثري، ويقرر الرجل العجوز الاتصال به فورا. يتصل بجمعية الحماية البيئية ويبلغ عن الوضع في محمية الطيور. فجأة يصدم الأستاذ بالرد الذي يتلقاه من الطرف الآخر. يبدو أن الأمر كان صفقة سرية، وأن هذا كان آخر مكان لتلك الطيور. يائسا يسمع الأستاذ أنه لا يمكن فعل شيء، ويصرخ أن ذلك غير قانوني. بيد مرتجفة يمسك الرجل العجوز الهاتف غير مصدق الفساد الذي اكتشفه. يأس طلابه، ويقرر الأستاذ توثيق كل شيء للإبلاغ عنه للسلطات. تخرج إحدى الطالبات هاتفها وتبدأ بتسجيل تدمير الغابة بالكامل. يرى أحد العمال التسجيل فيصفع يد الفتاة ويسقط الهاتف للدفاع عنها. يلاحق أحد الطلاب الرجل ويصفعه على وجهه. تندلع معركة، ويهاجم العمال مجموعة الطلاب بقوة كبيرة جالسين على جذع شجرة، الجميع متكدم. ويقول رجل إنهم كانوا لطفاء معهم. في صورة نرى المجموعة المهزومة بوجوه مليئة بالجروح والحزن. في البعد يراقب الزوج الآخر المشهد، ويقرر فقط نشر الفيديو على الإنترنت. في مكتب يجادل رئيس العمال معهم بسبب السماح بالتقاط الصور. يحاول الرجل الاعتذار، لكن الرئيس يوبخه ويقول إن كل ذلك خطأه. برأس منخفض يتوسل الرجل فرصة أخرى لتصحيح الخطأ. يبتسم الرئيس ويقول إذا حدث خطأ سيكون لديه فرصة لتحمل اللوم. يلوم الرئيس الرجل على الوضع ويأمره بتحمل المسؤولية. يائسا يقول الرجل إنه لا يريد الذهاب للسجن، ويسأله الرئيس كم يحتاج. يعده رجل الأعمال برعاية أطفاله، مما يترك الرجل متفاجئا جدا. بنظرة حازمة يبدو الرجل يقبل العرض لحماية عائلته. يأخذه شرطيان بعيدا ويتحمل المسؤولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبها. من أعلى مبنى يراقب الرئيس المشهد بنظرة باردة بلا رحمة. في السجن يقول العامل إن الضرر الذي لحق بالمحمية لا علاقة له برئيسه. في المستشفى يشاهد الأستاذ الأخبار على التلفاز وطلابه حوله. غاضبا يشير الرجل العجوز إلى التلفاز ويتهمه بالكذب لأن الأوامر كانت من الرئيس. يعلن المذيع أن الطائر النادر أصبح منقرضا إلى الأبد بسبب التدمير. محطم الخبر
يصرخ الأستاذ من الألم ويمزق قناع الأكسجين، تسقط يده بلا حياة، ويظهر جهاز مراقبة القلب توقف نبضه تماما. يبكي طلابه ويتساءلون لماذا يرحل الطيبون بينما الأشرار يعيشون. في المكتب يكتشف الرئيس أن الطلاب ما زالوا يسعون لاتخاذ إجراء قانوني. بنظرة مظلمة وبدون تردد يأمر رجل الأعمال تابعه بإسكاتهم. في الموقع نرى الجرارات تدمر الغابة والحيوانات تهرب من هناك. يتساءل عاملان لماذا تستمر البناء إذا تم اعتقال المشرف. فجأة يشير أحدهما إلى شيء ويخبر الآخر أن ينظر هناك بخوف، ثم يركضان مذعورين ويصرخان أنهما رأيا جثة على الأرض في موقع البناء. تبدأ عدة أيدي شبحية بالظهور ببطء على شاشة الكمبيوتر المحمول ليعلن المذيع أن قضية الطلاب قد حسمت أخيرا، ثم يظهر تابع الرئيس بالأصفاد يعترف بالجريمة التي لم يرتكبها. في مكتبه يشاهد الجاني الحقيقي كل شيء بهدوء كبير وابتسامة رضا. يبدو رجل الأعمال سعيدا بنتيجة خطته الشريرة. ثم يحمل ورقة تتحدث عن حديقة طبيعية جديدة وضخمة بطابع طبيعي. على الورقة نرى صورته مع عنوان رجل أعمال عصر جديد في أكبر حديقة بالبلاد. يعكس الرجل أن المال يجلب القوة، والقوة تجلب المزيد من المال بأذرع مفتوحة ومحاط بالأوراق المالية. يشعر رجل الأعمال بأنه لا يقهر بثروته، بالنسبة له التضحيات لا تهم طالما يحصل على ما يريد في النهاية. في الحاضر يرقد الرئيس على الأرض وقد وضعت المرأة قدمها على صدره تسأله الشابة إن كان يتذكر ما فعله، ويتوسل ألا يلقى مصيره هناك. بغضب تقول إن أصدقائها لم يريدوا ذلك أيضا، لكنه لم يهتم. في ذاكرة نرى جثث الطيور متناثرة على أرض الغابة المدمرة. يطير آخر طائر ناج بينما يوجه ماسورة سلاح نحوه. يقول الرجل إنه عندما ينتهي البناء سيصبح المكان أرض صيد قانونية بالكامل. بلا تردد يستعد رجل الأعمال لإطلاق النار على الطائر الأخير. بابتسامة على وجهه تطير ريش الطائر في الهواء بينما تظهر كلمة الانتقام في وسط الشاشة، ثم تخبر المرأة أصدقائها أن يأتوا لأن يوم الانتقام قد حان أخيرا. بابتسامة مخيفة وعيون سوداء تكشف عن شكلها الحقيقي الوحشي تحيط بها الطيور. ويصرخ الرجل يائسا أن يوقف الهجوم. تضرب طاقة مظلمة صدر رجل الأعمال بينما يهاجمه الروح بلا رحمة معلقا بالحبل. يظن الرجل ذو النظارات أن الوحش يريد الرئيس فقط وسينجى. ثم يشكك البطل ويقول لا يمكنك التحدث إلى وحش هكذا. فجأة ينزلق البطل على جدار الكهف وكاد يسقط من الخوف. يوافق الرجل أنه لا يمكن التفاوض مع مخلوق ويقرر التسلق أسرع. بابتسامة يعرض مساعدة الشاب إذا جعله قائد المجموعة الجديد. متجاهلا الاقتراح يواصل الرجل ذو النظارات تسلق الحبل بثقة. فجأة يتجاوزه البطل متسلقا الجدار بسرعة مذهلة ويصل إلى القمة. ينظر البطل إلى الأسفل ويرى الرجل الآخر ما زال يتسلق ببطء أثناء استعداده للصعود. تنزلق أصابعه ويفقد توازنه على الحافة. غير قادر على التمسك يسقط البطل إلى قاع الكهف. يصدم قائد المجموعة لرؤيته ويتساءل من أين حصل على كل تلك القوة للتسلق. بنظرة جدية يحمل البطل زجاجة دواء أخذها من الرجل الأصلع. غاضبا يتهم الرجل الكبير بسرقة الدواء أثناء انشغاله. يحاول استرجاع الزجاجة لكن الشاب يقول إنه استخدم نقاطه الخاصة لشرائها. يقول البطل إن التقليل من شأن الحليف أخطر من التقليل من شأن العدو، ثم يكشف أنهما كانا مسمومين لكن الرجل الأصلع استخدم تقريبا كل الترياق. يصدم القائد لاكتشاف أن الشاب أخذ الترياق ويصفه بالغباء. تظهر شاشة نظام وتظهر أن البطل لديه 50 نقطة إصابة، ثم ينظر إلى الشاشة التي تعرض دوامة زرقاء تدور في قائمة غامضة. يكشف البطل أنه استخدم 10 نقاط على شيء لم يكن للتواصل مع العالم الخارجي، وباقي 40 اشترى بها دواء وسلاح.
يصدم الرجل الأصلع عندما يكتشف أن الطالب الجديد كان لديه 50 نقطة خاصة وقوة كبيرة. يتصبب قائد المجموعة عرقا باردا ولا يصدق أنه خدع هكذا من الشاب. يمسك البطل بقميصه ويقول له أنه سيريه كيف يكون الفريسة بقوة مذهلة. يرفع الشاب بالرجل الكبير الذي يندهش من كل تلك القوة بعينين متوهجتين، يمسك قبضة الرجل الأصلع ويوقفه بسهولة عن الهجوم. باستخدام رمية جودو يرمي الشاب القائد أرضاً بسهولة ودقة كبيرة مستلقياً على الأرض. يدرك الرجل الأصلع أن الشاب كان يخفي قوته طوال الوقت. بنظرة باردة يقول البطل إنه الآن سيعرف كيف يكون مطارداً، ويصاب الرجل بالذعر. يبدأ البطل بسحب القائد عبر الأرض وهو يصرخ بياس. في الوقت نفسه ينجح الرجل ذو النظارات أخيراً في الوصول إلى قمة الكهف متعباً. فجأة يلتفت مذعوراً بسبب صوت غريب خلفه. تحلق نحو حشود من الطيور البيضاء مستعدة للضرب لا رحمة. متجمعاً على الأرض يصرخ أنه لم يكن من أنهى الأمر معهم. يأس من الهجوم. تبدأ المخلوقات بمطاردته بينما يسحب البطل الرجل الأصلع في الخلفية. عند رؤية الوضع زعيم المجموعة يتحرر ويركض نحو الطيور ليضحي بنفسه، ثم تحيط به المخلوقات والرجل يستعد للأسوأ بنظرة رعب. فجأة البطل يوجه لكمة في الهواء ويرمي كل الطيور بعيدا بضربة. الرجل ذو النظارات ينظر للأعلى مصدوما من المشهد ويرى المخلوقات تطير مبتعدة. يتعرض لهجوم الطيور. الرجل الأصلع يتوسل ألا يترك خلفهم. بلا رحمة تمزق المخلوقات ذراع الرجل ويصرخ من الألم جراء الهجوم. ثم يتغير المشهد إلى قبل 3 سنوات مع رجل مستلق على أرض غرفة. الرجل الأصلع يهدده بسكين قائلا إنه سيقطع أصابعه لتدخله في شؤونه. رغم إصابته الرجل على الأرض يصفهم بالمهربين ويأمرهم بالمغادرة بنظرة غاضبة. الرجل الكبير يرفع السكين ويستعد لضرب الرجل الساقط ثم يوجه له الضربة بلا تردد. نعود إلى الحاضر ونرى جسد الرجل الأصلع ملقى على الأرض مصابا بالكامل. المرأة تقول إن 2 قد رحلوا بالفعل وتأمر الطيور بمطاردة الهاربين بأجنحة من نار. تصرخ أنه لا أحد منهم سينجو من انتقامها. في الغابة يركض البطل والرجل ذو النظارات بينما الآخر يطلب منه الانتظار. الرجل ذو النظارات يواصل الركض خلف البطل محاولا اللحاق به، ثم يقول إن الشاب هو القائد الجديد، لكن البطل يأمره بالصمت بنظرة جدية. يبدو أن البطل يشعر بأن شيئا سيئا على وشك الحدوث. يتوقف الأثنان في فسحة والبطل ينظر للأعلى بتركيز. فجأة يظهر سرب من الطيور السوداء في السماء ويطير نحو الشابين. تظهر المرأة الشبح وتأمر الطيور بإنهاء جميع البشر هناك، ثم تكشف أن لحم البشر مثالي لنمو نوعها. مرعوبا من المشهد الرجل ذو النظارات يبدأ بالركض يائسا عبر الغابة. تحيط به الطيور البيضاء ويصرخ طلبا للمساعدة من القائد الجديد. المخلوقات بأظافر حادة وابتسامة شريرة. المرأة وحشية تأمر البطل بالرحيل غير متأثر. البطل يخرج سكينه ويستعد للقتال بلا تردد. يقفز الشاب نحو المخلوق ليضربه بسكينه. بحركة سريعة يتجنب المخلوق الضربة ويتراجع الشاب حتى أثناء التهرب يصاب في كتفه بأظافر المخلوق. تدرك المرأة من مخالب المخلوق إنها جرحت أيضا وتثني عليه قائلة إنه مجرد إنسان يصيح في المعركة. ويتقدم المخلوق قائلا إن هذا العالم الجديد ملك لها لتغزوه. تمسك وجهه وتقول إن للبشر خيارين فقط في ذلك المكان. بالنسبة للمخلوق الإنسانية هي العرق الأكثر، تستحق أن تمحى تماما. تقترب مخالبها من عنق الشاب وتعد بأن الجميع هناك سيختفي. فجأة تبدأ ريشات بيضاء بالسقوط ببطء وغموض على الأرض. البطل يكشف عن سلاح ويطلق النار على المخلوق الذي كان يهاجمه بلا رحمة مصدومة من الهجوم. تنظر المرأة إلى الجرح في صدرها بعدم تصديق بابتسامة انتصار. يقول الشاب إن قلقه الوحيد كان عدم وجود قوة نارية.
بوضع إصبعه على الزناد. يكشف الشاب أنه كان مستعدا لهذا منذ وقت طويل. يطلق النار مرة أخرى ويكشف أنه استخدم نقاطه لشراء سلاح، وكان الأمر يستحق ذلك دون إضاعة وقت. يرمي البطل حزمة من الديناميت نحو الطيور الأخرى، يحدث انفجار ضخم، والرجال الاثنان يركضان للهروب من التأثير القوي. الرجل ذو النظارات يسأل إلى أين يذهبون، والبطل يصرخ إلى موقف الحافلات. يتركان خلفهما أثر دمار. يركضان بينما تسقط أجساد الطيور على الأرض محاطة بالنيران والظلال. تقول المرأة إن البشر بلا دفاع أمامهم. بغضب شديد تصرخ بأنها لن تسمح للاثنين بالهروب من ذلك المكان مهما كان الثمن. الرجل ذو النظارات يأس ويصرخ أن المخلوقات تطاردهم للهجوم. البطل يأمره بالركض، لكن الآخر يتساءل كيف يهرب من مثل هذا الوحش القوي. البطل يطمئنه بأنهم سيكونون بأمان بمجرد وصولهم إلى الحافلة. تستمر الطيور السوداء بالمطاردة وتطير نحو الشابين بلا توقف. فجأة تظهر الحافلة أمامهم، ويزداد أمل الهروب أخيرا ظل ضخم يضرب البطل، الذي يستعد للدفاع عن نفسه من الضربة. بضربة سريعة يصد الشاب هجوم الظل ويرميه بعيدا بقوة، ثم تصرخ المخلوقة أن البشرية كلها ستبيد على يد نوعها. بنظرة حازمة يواجه البطل المخلوق ويستعد للمواجهة النهائية. المخلوق يأمر الشاب بالرحيل. مع ظهور مجسات سوداء من يديه يتمكن البطل من تفادي الضربة، وتسقط المرأة على الأرض من التأثير. ثم يخرج الشاب سيفا ويستعد للضربة النهائية ضد المخلوق الساقط. بالسيف في يده يقفز الشاب ويضرب المخلوق بضربة دقيقة وسريعة. الضربة تصيب المخلوق مباشرة وينقسم جسده إلى نصفين فورا حتى وهو ملقى على الأرض. رأس المخلوق يقول إنه لا يستطيع إنهاؤه. بنظرة باردة يشكك البطل في كلام المخلوق. بالسيف في يدي يصرخ المخلوق مذعورا لا مع اقتراب النصل من رأسه. بلا تردد ينهي البطل المخلوق بضربة دقيقة على رأسه. في الوقت نفسه يتعرض الرجل ذو النظارات لهجوم مستمر من الطيور البيضاء ويصرخ من الألم، ثم تتفرق المخلوقات وتطفو عدة ريشات بيضاء ببطء في الهواء. الرجل ذو النظارات يقف ويرى البطل وظهره إليه والسيف في يده، ثم يسأل إذا كان الشاب قد هزم المخلوق ومن أين جاء ذلك السيف. يكشف البطل أنه تبادله في النظام، والرجل لا يصدق. ثم يطلب الرجل ذو النظارات من القائد الجديد شرح قواعد ذلك العالم الغريب. يصعد البطل الحافلة، والآخر ينزعج من نبرة صوته ويسأل من يظن نفسه. فجأة يسقط رأس المخلوق من السماء، والرجل ذو النظارات يرعب من المشهد. يعلن النظام أن الحافلة غادر، ويجلس البطل في مقعده. يصعد الرجل إلى الحافلة لكنه يتساءل لماذا تغادر المركبة بدون والده؟ من النافذة يصرخ للحافلة أن تنتظر بينما تتسارع المركبة وتبتعد. يشرح البطل أن الحافلة غادر بمجرد صعود جميع الناجين. يسأل الرجل إذا كان والده قد رحل، ويؤكد البطل الخبر الحزين. مستلقيا على الأرض يندب الرجل ويتساءل لماذا حدث لهم ذلك. يفكر البطل أن الجميع هناك مجرمون ولا أحد منهم بريء. بنظرة جدية يكشف أنه لا استثناء له من القاعدة. فجأة يبدأ ظل أسود بالارتفاع من أرض الحافلة ويغلف الرجل الساقط. الشاب يندهش من المشهد ويتساءل ماذا يحدث داخل الحافلة. يتحول الظل إلى مخلوق مخيف، ويصرخ الرجل أنها عقوبة يتعرض لهجوم المخلوق. يبدأ الرجل بالسعال والاختناق من الدخان الأسود، ثم يرميه المخلوق في الهواء بقوة كبيرة. يشرح البطل أن هذه عقوبة لعدم اتباع تعليمات النظام. يصرخ الرجل يائسا أنه طبيب وينقذ الأرواح وأن كل هذا سخيف. فجأة يظهر شاشة هولوغرافية أمام الناجين الاثنين في الحافلة. تظهر الشاشة أن الناجين المتبقين 2 ونقاطهم 15 و80. يشتكي الرجل من نقاطه، ويقول البطل إنه لم يفعل سوى المغازلة والتوسل، ثم يعرض نقاطه للشاب مقابل الدعم ليصبح القائد الجديد. يرفض البطل العرض ويقول إنه لا يريد نقاطه ولا أن يكون قائد المجموعة. يقلق الرجل ويفكر أنه إذا لم يعطه النقاط فلن تكون الأمور متساوية.
تظهر الشاشة نقاط الضرر، ويدرك البطل أنه مع السم والإصابات لديه أكثر من 100. يدخل إلى مساحته الخاصة. يفكر البطل في تأمين ما يكفي من طعام ودواء وأسلحة، بينما يرى الرجل الآخر أن خياراته فقط خضروات ومعدات بيسبول. تظهر الإمدادات في حقيبة ظهر تعمل كبعد جيب. فجأة تتوقف الحافلة ويحتفل الرجل معتقدا أنهم هربوا من ذلك العالم. يفكر البطل أنه كان لديه نفس الفكرة من قبل، وأنه يمكنه استخدام هذا الرجل كتجربة. ثم يتساءل لماذا لم ينزل القائد السابق في موقف حافلات عادي. فجأة توقف الحافلة ورجل يحتفل معتقدا أنهم هربوا من ذلك العالم. البطل يفكر أنه كان لديه نفس الفكرة من قبل، وأنه يمكنه استخدام هذا الرجل كفأر تجارب. ثم يتساءل لماذا لم ينزل القائد السابق عند موقف حافلات عادي في الحافلة المظلمة. الرجل يركض نحو الباب محاولا الهرب، بينما البطل يراقب. فجأة يد ظل تلتقط كتفه، والرجل يلتفت مرعوبا من المشهد.